شباب أنا أسمع لكم، واحد كتبوا لي أنا أسمع من لكم. طيب هو صالح أنت أتل لك الإيكال لكم، هل سمعني لك؟ هذا اللي قصت هنا صالح أوكي خلاص. طوال حلف دي بميكروفون، حلف سنيتنا دولو يلا جاهزت أم لا من سنيتنا؟ حلف طوال هالدباء مايك حلف أنا ما قارح أنت تجربت بك من قبل من شارع ولا تأتال كدباء بالتوقات. أهلا وسهلا أستاذ برسالة. أهلا وسهلا بريتال، كلكم لدم السؤال لكم. شوية قاشانا قل الميكروفون ريم ولا شوية. وعليكم السلام أستاذنا صالح، اسكي جربه اسكن الميكروفون. يقول لي ساعد لك قدر يا جماعة من موبايل اللي ورا متطوعنا حزل لنا. اوكي جرب كده حلف. بس كان اتكرم كانت يمكن كانت انا ما مسموع مدرار. طيب لسه الضيف ما طلع على المايك يعني. حاول ايوه اللي يقدر يساعده. أنا مسموع حتى يا جماعة الإخوة؟ أنا مسموع صوتي؟ شباب سامعني؟ مسموع 100% مسموع أستاذ. طيب إذا مسموع معلش أول الرطول الحصل ده بس أعرف الليلة الكمبيوتر بشكله متعود على السكايب أكثر أبى يشتغل أبدا. سامعني يا جماعة؟ تعرفوا كويس؟ عادل سامعني كويس؟ أنا سامعك كويس، سامعك والناس كمان سامعيننا كويس هنا. وأهم حاجة سنيتنا سامع كويس، سمع لك سنيتنا مش سني هذا الحيث مش كده. درار في صدى بالله، درار كده أفضل. أيوة لا درار أيوة أفضل بكثير. سنيتنا تمام خلاص. إذا أنت استبدأ طوال أنت طوال إذا استبدأ أنا تكررت لا جاك من أول استبدأ تعريف وكل شيء ومباشرة. أيوة تفضل. طيب حكوم صالح صباح أنا استبدينا ودير شوية لكن عطول على من موبايل معي شوية الميكروفون معي لا كمبيوتر يوم بس اضرابه على عنا مثلا سياستي اللي عمري نتهاجيته فاضرابه دبينا لكن أجاب اللي قلنا حاول تجيبه قبل ايباد اتيكو فلما رأيت حتى شغلت لا احيش يعني يمكن. طيب انا ذات الايباد هذا لجنيت اصلا فرصتي حيبونا ديبان لجنيت وكرما له حلويا له لكن لكم حجوزة اليوم. فالمهم حكوم صالح صباح وانا كمان شويه بس بالكوب العادي بس تقرا اللي استبديته تقرا تعبانين تامرنا والميكروفون تعبانته كمان ولا جهاز تعبانته لكن بنحاول شويه بنسابقها لكن بكون راح تقرا انسان الله قيافه بعربيه تاجيته. فجماعات كلكم عربي تامروا طبعا من حيث انتم كلكم بالعربي. فالمهم عزيزاتي الجماعات انا كمان لو بقول فتعمل لكن بنستبدل بموضوعنا طوال حبيبي عادل. مش نبدا احنا الاخ عادل طبعا اول عايز اشكره في البدايه هو شكر خاص لانه يعني فعلا تعبنا عشان نلاقي بعض بالتليفون وفي الاخر المهم قدرنا نحصل الموعد ده وانا سعيد بالغاده. وبرضه عايز اشكر الاخوه في الادمن بتاع الغرفه يعني يتعبوا برضه في الانسياب دي شغل جبار وشغل جيد وكل واحد فينا قاعد يرمي حجر على النظام بالطريقة اللي هو يقدر عليها. مننا اللي اشتغل
يشتغل سياسة في التنظيمات ومن اللي يشتغل في الإعلام. بدوركم هذا دور مقدر هو ومهم. فأشكركم يعني لدعوتكم لي، وأتمنى أكون في حسن ظنكم اليوم. وأنا ما جاي اليوم كإكسبرت يعني، أو أنا عارف بالعلامة حعرف كل حاجة وكذا، لكن جاي عشان أحاول برضه أستفيد منكم، ولو في إمكانية الواحد يفيدكم بشيء بسيط برضه كويس. لكن أنا جاي برضه عشان أستفيد من الأسئلة والمداخلات الغرفة. أنا طبعا صالح صلاح قلت لكم من مواليد مدينة مصوع حكم له، ولجوء الناس اللي لجأت للسودان في السبعينات، منتصف السبعينات، وبعدها جيت للسويد، درست هنا الجامعة في السويد وعايش في قريب 30 سنة حسي. زي قلت بالتقريبا يمكن 31 سنة قاعد يشتغل ذاك في سنتين، يعني العمر جاري سريع. وموجود في المعمعة السياسية، لأن احنا جيل طبعا يمكن تصغر مني وفي جيلي، احنا الجيل اللي اتولدنا في زمن الاستعمار الأسيوي. فكانت الوقت ذاك السياسة لما دخلناها وانا من عمر 14 سنة، يعني كان الوقت ذاك الواحد لسه كان بيتكلم في المسألة بتاعت الاستعمار الأسيوي واللجوء، وكذلك المسألة بتاعت الأسيويين، يعني هو كان الأصل مع المعركة وكذا. وكتار مننا بعد الحرية يعني برضه لسه عايشين بالعقلية بتاعت الثورة اللي كانت في أيام الاستعمار، وما واكبنا وما واكب جزء مننا كبير من اللي اشتغلوا في السياسة قبل أيام الاستعمار الأسيوي في العمل السياسي، في إنه حتى ما في أثيوبيا في عندنا ديكتاتور، وديكتاتور الناس كثيرة بترشد فيه، وكان في يوم من الأيام يناضل من أجل الحرية في إريتريا والسلام، لكن الأجندة الخفية بتاعته ما كانت يمكن معروفة للجميع، لكن اتضحت بعد الحرية أكثر، وخلت الناس يعني تدخل في لجوء من جديد، خلت الناس تواصل العمل السياسي. والعمل السياسي اتغير من الثورة، من العمل السياسي من أجل الحرية من العدو الأثيوبي لقضية من أجل الحرية من العدو الإريتري، يعني للأسف الشديد. وده حالنا كلنا. أنا أسف مرات لما أشوف الشباب الموجودين حاليا في السويد أعمار صغيرة من 18 وأصغر من 18 وبعشرينات وثلاثينات، هو مش مكانهم هنا يكونوا في أوروبا وكذا، مكانهم طبعا أو كلنا مكاننا نكون في بلدنا، نعمر بلدنا، نشتغل في بلدنا، ندرس في بلدنا. لكن للأسف إريتريا فيها جيل كامل يعني من بعد الحرية، بالذات اللي اتولدوا أيام النظام للأسف الشديد إلى الآن، يعني جيل ضايع أنا أعتبره، لأنه لا لقى تعليم جامعي، لا لقى مهنة، لا لقى غير الجيش والخراب الموجود. يعني احنا في كلامنا اليوم أنا كنت اتكلمت شوي، حركت طبعا على الكلام بتاعي على الحركة الفيدرالية، وهي أحد التنظيمات الموجودة. يمكن الكثير منكم يعرفوها وسمعوا بها، لكن كويس الواحد لما يعرف حاجة يبدأ كأنه الناس ما يعرفوها، وذلك لو في أسئلة يعني أنا حجاوب عليها. وقبل ما ندخل على الحركة الفيدرالية يمكن ذاته أحسن نتكلم شوي عن المفهوم الفيدرالي. ليه يعني الحركة الفيدرالية طرحت الفكر الفيدرالي؟ المفهوم الفيدرالي طبعا مفهوم قد هو يعني كلمة قديمة، هي من باللاتيني، يعني معناها come together، أو يعني نكون مع بعض، هي المعنى بتاعها، يعني نتجمع مع بعض. وفيدرال هي جاية من كلمة فيدرال، وهي مش نظام يعني مثلا حديث زي ما ناس كثيرة يعتقدوا انه هو نظام حديث، لكن نظام موجود هو في دول كثيرة من زمان، وإن ما كان اسمه فيدرالية. يعني احنا طبعا كتار يقول لنا يعني الفيدرالية هي يعني أكثر ناس لقباء سويسرا وغير سويسرا، المدن الدول اللي عندها فيدرالية من 1840 أو كم 20 برضو مع سويسرا وبعد سويسرا في دول عندها المسألة دي. لكن النظام الفيدرالي هو نظام قديم موجود في دول كثيرة، وإن كان ما اسمه فيدرالي، أنا حرجع على بعدين. لكن الفيدرالية هي يعني تقوم على أساسين، واحدة هي تقسيم السلطة، واحدة تقسيم الثروة، وتنفع دائما في الدول اللي فيها قوميات كثيرة مختلفة أو حتى أديان. يعني الفيدرالية ممكن تتقسم مرات بالدين، مرات ممكن تتقسم بالمناطق، ممكن تتقسم يعني على قائمة على القوميات، ممكن تكون
القوميات عندها دين واحد، لكن برضه تختلف في عاداتها وتقاليدها ومناطق الأرضية يعني الموجودة فيها. يعني في دول مثلا زي ألمانيا حتى دولة فيدرالية، ألمانيا كلها تقريبا هي فالدين واحد، اللغة واحدة، العادات متشابهة، لكن كانت دويلات ألمانيا، يعني البوند كانوا يسموها. انتوا عايشين في المانيا تعرفوا اكثر مني. وكان داخله في حروبات مع بعض، وكل بوند او كل منطقه كان عندها ملكه او سلطان الخاص بها، رغم انه عاداتهم واحده دينهم واحد. العادات ممكن تختلف بسيط جدا ما بين الشمال والجنوب والغرب والشرق، لكن في النهايه متشابهه جدا في المانيا. لكن رغم كده عشان يطلعوا من الحروب اللي عندهم يعني اضطروا يعملوا النظام الفيدرالي في المانيا، وهو الاتحاد طبعا يسموه بالعربي يسموه طبعا الاتحاد. ففي الاتحاد بتاعت البوند او فربوند الالمانيه ده مثلا مثل لدوله فيها دين واحد ولغه واحده وبرضه عندها نظام فيدرالي. في امثله كثيره في الفيدراليه، الناس اللي يستخدموا الفيدراليه هي الدول بس اللي عندها قوميات مختلفه. في مثل زي ده مثلا الهند، مثلا الهند برضه دوله كبيره جدا فيها قوميات، هي اكبر دوله ديمقراطيه اليوم في العالم. الهند سكان اكثر من مليار، والهند دوله يمكن ما فيها نظام فيدرالي كان حتكون في حروب اهليه كثيره. والهند كمان النظام بتاع الفيدرالي غايم مش بس على القوميات المختلفه واللغات المختلفه، غائم حتى على الاديان المختلفه ما بين السيخ والهندوز والمسلمين وبعض الديانات الثانيه البوذيه الصغيره يعني، لكن هي لا احترامها. فالدين برضها الهند برضها دوله فيدراليه، لكن طريقه الفيدراليه بتاعتها اساس الفيدراليه وغام الفيدراليه ما يختلف من اساس كان مثلا في المانيا. اذا اخذنا سويسرا برضه كمثل، سويسرا مثلا فيها 4 قوميات، وده كان السبب بتاع الفيدراليه اللي فيها. بعدها في دول فيدراليه كثيره، يعني مثلا زي امريكا دوله فيدراليه تعتبر اللغه واحده او الدين تقريبا واحد، في كاثوليك يمكن لكن الاغلبيه مش كاثوليك، لكن برضه فيها نظام فيدرالي لانه فيها المساله بتاعت المناطق هي قويه عندهم، الولايات القويه، يعني كل ولايه يعني كانت تقاتل الثانيه من اجل مصالحها الخاصه. فبرضه هم لقوا انه الحل المناسب لامريكا هو كان الحل الفيدرالي. افريقيا الدول الاقرب لنا اذا مسكنا شويه نبعد من اريتريا، مثلا نيجيريا برضه يعني طبقوا النظام الفيدرالي في الستينات، وبرضه في نيجيريا غايم على جزئين، جزء هو ديني منه يعني المسلمين والمسيحيين مناطقهم كانت شويه معروفه، والجزء الثاني برضه كان المساله بتاعت الاراضي في نيجيريا. الارض هي واحده من المشاكل اللي بتكون مرات اساس للنظام الفيدرالي. دول كثيره هي اليوم في العالم اللي فيها نظام فيدرالي. استراليا برضه نظام فيدرالي. عندنا جارتنا الكبيره اللي هي سيبيا نظام فيدرالي، ونظام الفاسيليا غايم على نظام القوميات اكثر من انه بس اراضي، لانه في قوميات كثيره عايشه تشترك في الاراضي وكذا، لكن نظام فيدرالي هو اصلا لانه مبني على القومي وليس الجغرافي، فحنرجع له بعد لانه سيبيا بحاله خاصه وتخصنا كثير بالنسبه لنا جاره لنا. في انظمه فيدراليه ثانيه مش هي نظام فيدرالي طبعا، هو نظام ديمقراطي عشان برضه الناس تكون صريحه وما نقوم غش الناس هنا وقول كانوا الفيدراليه هي بس يعني اجمل حاجه في السياسه. في تجارب فيدراليه كانت سيئه في التاريخ، كانت منهيه. يعني اذا مسكنا مثلا الاتحاد السوفيتي مثلا زمان كان نظام فيدرالي هو وفيدرالي قوي جدا، واستمر تقريبا 70 سنه النظام الفيدرالي بتاع الاتحاد السوفيتي. لكن في النهايه رغم انه المناطق الدوله بتاعت الاتحاد السوفيتي كانت مقسمه لمناطق فيدراليه، لكن الحكم كله كان في موسكو، كان في يد يعني بس الحزب الواحد ورئيس الحزب الواحد من ستالين، وبعد ستالين لو تجي يعني كانت الحكم كان حكم ديكتاتوري بمعنى الكلمه، لكن في دوله فيدراليه. في برضه دوله فيدراليه ثانيه برضه قريبه من الشرق الاوسط، يعني مثلا الاتحاد الامارات مثلا، الامارات العربيه مثلا. الاتحاد بتاع الامارات ده هو اتحاد فيدرالي، هو الغايم يعني، لكن يدار برضه من اسره واحده في ابو ظبي، رغم ان النظام الفيدرالي يعني يخص المناطق بشنو المناطق الجغرافيه موجوده، مثلا الشارقه معروفه وين، خراف الخيمه او دبي، دي كلها هي مناطقهم عندهم،
ولكن في النهايه الحكم بتاع السياسه الخارجيه والاقتصاد بتاع الدوله قائم على نظام برضه من اسره واحده في ابو ظبي. وبرضه هو ده نوع من انواع الفدراليه، لكن ما نقدر نسمي انه فدراليه ديمقراطيه هي. السودان كان برضه فيه تجربه بسيطه في الفدراليه ايام منيري، اللي هي كانت تجربه الاغاليم في السودان، حكم الاغاليم في السودان. يمكن الشيء كبار في السن يتذكروا المساله دي. كبار بالسن ما اقصد العجاز الشديد، لكن حتى الفجيل يعني مش نهايه الاربعينات من عمره، يعني يتذكروا انه في السودان كان في نظام الحكم الاقليمي اللي عمله جعفر منيري في نهايه السبعينات واستمر تقريبا 83. وكان فترة كان في نوع من الاستقرار السياسي في السودان، لأنه حتى جنوب السودان كان مديها نوع من الفدرالية اللي هو تقريبا شبه حكم ذاتي كان في جنوب السودان، يعني المناطق بتاعت الدينكا والاستوائية وبحر الغزال كانت مقسمة. فدي يمكن من أكثر الفترات قبل انفصال الجنوب اللي كان فيها نوع من الهدوء السياسي في السودان. يوريك إنه حتى التجربة دي كانت نوعا ما كانت كويسة لو كانت طورت واستمرت. لكن طبعا 83 منيري لما عمل النظام بتاع الشريعة الإسلامية وكذا عمم على كل البلد، حتى كان على المناطق المسيحية، وجات منها بعضها المشاكل والتدهور برضه بتاع منيري. ودي أمثلة أنا قاعد أديها كمقدمة، لأن الفدرالية هي رغم إنه إحنا من أحسن لنا، لكن في تجارب تاريخية برضه عن الحكم الفدرالي لما ممكن يستقل بشكل ديكتاتوري يعني. نرجع إحنا كإريتريين يعني. ليه احنا مثلا قلنا ذات الحكم الفدرالي كحركه فدراليه راينا كده؟ لانه الحركه الفدراليه طبعا تاسست في السويد، ومجموعه من السويد، مجموعه من لندن، ومجموعه من جده كانوا نشطين في المساله دي تقريبا قبل اقل من 15 سنه عمرها السياسي التاريخي. والحركه لما تاسست كانت تاسست في فتره يعني كان بعد الحرب بتاع بادمي سيادة إريتريا وقت الحرب الثانية مع سيريا نعتبرها. والنقاش لسه كان وقتها في النظام لو سقط مين حيجي بدل النظام، يعني السياسة لو راح مين حيجي بدل السياسة. الناس كان الحوار الوقت ذاك، أنا أذكر كنت نشط الوقت ذاك في العمل بتاع منظمة المجتمع المدني، ما كنت أنتمي لحزب سياسي في الفترة بتاعت الألفينيات، بداية الألفينيات. وكنت أنا أتابع النقاش يعني إنه مثلا والله لو السياسة لو يصير في أحمد ناصر الله يرحمه، في عبد الله إدريس، حتى حرية الجزائر كانت يطرح نفسه كخيار، وغيرهم يعني كثير من القيادات اللي كانت وقتها في المعارضة كانوا يطرحوا نفسهم كخيارات يعني هذا النظام. وكان الحوار كل الوقت ذاك كان هو مين يحل محل النظام. الإخوة اللي فكروا في إنشاء الحركة الفدرالية كان يروا إنه النقاش سطحي جدا، في الناس تتناقش في مين يحل محل النظام بدل ما الناس يتناقشوا كيف تحكم إريتريا لمدى البعيد، يعني كيف تدار إريتريا. المربط بتاع الفرس لتكوين الحركة الفدرالية في النقاش اللي كان داير إنه ليه ننظر لمن، ليه ما ننظر لكيف. الكيفية هي يعني أنت عندك دستور واضع فيه آليات لإدارة البلد بشكل محدد متفق عليه من كل الدولة، فبعدها مين يكون الرئيس مش هي دي المهمة، لأنه الرئيس يكون فترة بتاع 3 4 سنين أو 5 سنين ويتغير، يعني الحزب الرئيسي يتغير لأنه حيكون في نوع من التداول في الحالة دي. وكمان في طلعت من الشخصنة تحت الأزمات اللي احنا نعيشها دائما في عالمنا بالذات العالم الثالث، هي شخصنة الحكم، ونراها اليوم قاعدين نشاهدها في السودان. الناس بنحس على المظاهرات اليوم اقرا مقال مكتوب انه الصادق المهدي هو مؤهل لمسك الحكم رغم انه قبل كده هو حكم نقطتين. فالناس لسه في العقليه بتاعت مين يجي بعد البشير بدل ما تكون هي كيف يحكم السودان في الفتره القادمه. دي هي الاشكاليه اللي احنا يعني واجهناها في بدايه الالفينيات، ومنها جماعتنا كانوا راوا انه ليه الناس ما تتكلم عن الكيفيه. ف منها بدأت الفكر بتاع انه طيب الناس كانت عايشه كيف في اريتريا قبل الاستعمار التركي، قبل الاستعمار الايطالي، قبل الاستعمار الانجليزي، قبل السجين. القوميات الاريتريه كانت متواجده اصلا في المناطق اللي هي عايشه فيها، مناطق معروفه. يعني يمكن ما في اريتريا اليوم ما يعرف منطقتي في اريتريا. انا اتحدى اريتريا اللي انا ما اعرف منطقتي،
سواء إذا كان في المرتفعات أو المنخفضات في شرقها ولا غربها. يعني إريتريا الناس تعرف مناطقها فيها، فمعناه إحنا ما استوردنا حاجة جديدة، إحنا ما قلنا إنه مثلا طريقة حكم جديدة، إحنا قاعدين نقول نرجع للشيء كان أجدادنا عايشين به، إنه المناطق كانت أصلا محددة معروفة، القوميات أماكنها معروفة، كان في احترام بين القوميات دي لبعضها البعض. ممكن تكون كان في مناوشات ما بين القوميات في الرعي في بعض المناطق الزراعية في كده، لكن المناوشات دي ما كانت حروب، حتى يعني كتبت في التاريخ بشكل كبير زي حرب 30 سنة في أوروبا ولا حرب البسوس في العرب ولا كده، لأنها ما كانت حروب كثيرة دائمة. فكان نقدر نشوف إحنا كان أهلنا عايشين كيف. ودي كانت برضه واحدة من الأساسيات اللي قامت بها الحركة الفدرالية، لأنه في ناس كتار يتهمونا يقولوا لنا أنتوا قاعدين تستوردوا من برا أفكار، يعني بيجوا لنا من أوروبا وبيجوا لنا من أمريكا ومن وسويسرا ودارين تطبقوها عندنا في إريتريا. إحنا قاعدين نقول لهم إحنا ما قاعدين نستورد حاجة، إحنا نرجع نقول الناس كانت أصلا عايشة كيف. فالحركة تكونت أياما من عدد بسيط جدا من الناس، ما يتعدى عددهم يمكن 12-13 شخص. أنا شخصيا في ناس يغلطوا دائما يقولوا في تكوين المؤسسين، لكن التحقت بالحركة بعد تكوينها بكم شهر، فحضرت البدايات ساعتها يعني أثناء التكوين، لكن ما أقدر أدي نفسي شرف المبادرين بالتكوين وكده، لكن بجد قدامي ناس خيرين وهم يعني لقيتهم عملوا أساس جيد، وأنت معاهم بعدك وواصلت في بناء الحركة برضه يعني يبدأ. الفدرالية لما قامت يعني طرحت كان سؤال زي ورقة قوية كان اسمها على ماذا نتحد لماذا نتحد وعلى ماذا نتحد، يعني إريتريا ذاتها ليه تقوم وعلى إيه تقوم الدولة يعني. فهو شرط عقد اجتماعي ما بينك وما بين الإريتريين الثانيين، يعني ليه إحنا إريتريا؟ لأنه الفكرة بتاعت إريتريا هي فكرة جديدة، يعني إريتريا ما كانت موجودة كالنظام الإريتري ده قبل وجود الطليان. الحدود المعروفة لدينا دي ما كانت موجودة يعني قبل دخول الطليان لإريتريا. فهل إحنا قاعدين نعيش فيها؟ وده كان حاجة واقع، وتقريبا بقى واقع عند الإريتريين في الأربعينيات، إنه لما كان أهلنا بالذات في الرابطة الإسلامية وده كان ينادي بحرية إريتريا من اثيوبيا ولا من السودان تكون دولة مستقلة. هنا الخرطة الإريترية فعلا نحن كإريتريين جبنا بها بشكل نفسي وبقت لنا واقع. طيب إذا هي ده الواقع بتاعنا، ليه ما نعيش فيه بنفس الاحترام اللي كان متبادل ما بين القوميات اللي كانت سابقا عايشة فيه؟ فمن المنطلق ده بدأنا التفكير أكثر، بدأنا في إعداد ورق عن الفدرالية، على إيه نتحد ولماذا نتحد، لأنه قدر نجاوب على السؤالين ده. أي شخص قدر يجاوب على السؤالين ده يعني ممكن يقتنع بالفكرة بسهولة يعني. واحدة إحنا عندنا أراضي، يعني كل الأراضي بنخاف عليها، كل قومية تخاف على أراضيها، والأراضي بالنسبة لنا هي مش بس يعني أراضي مدر يعني ساكت، هي أراضي ثروة تعتبر لنا. هل نقدر نعيش مع بعض، نقدر نتكافل مع بعض الثروة دي، نقدر نتغافل مع بعض؟ اللي عنده مثلا خيرات من الميناء يدي معاه ما عنده خيرات من الميناء، عنده خيرات من الزراعة يدي ما عنده زراعة، يدي اللي عنده ثروة حيوانية يدي اللي عنده ما عنده ثروة حيوانية. التكافل ده كان موجود. النقطة الثانية كانت هي المسألة بتاعت السلطة، يعني التداول بتاع السلطة بالنسبة لإريتريا بقومياتها الكثيرة دي. أنا شخصيا ما أرضى إنه دائما يحكمني سياسة أو حقوس أو يحكمني محاري أو غيره، ما أرضى. وما أرضى كمان يمكن قومية غير إذا كانت ما قومية سورية، حتى من قومية ثانية يحكمني طول الزمن دائما. فالمسألة دي معناها محتاج إن إحنا لازم نتقاسم السلطة بشكل عادل بيناتنا عشان ما نخلق مشاكل. فهي السلطة والثروة هي كانت الأساس بالنسبة لنا، تقاسم الثروة وتقاسم السلطة، تفكيك السلطة زي ما يقول بعض الناس، يعني كانت من الأساسيات لنا. الحركة فعلا في داخلها قبل ما تقوم كان في صراع، والصراع اللي كان موجود هو حول إنه هل تكون حزب سياسي أو تنظيم سياسي، أو أن تكون مجرد منظمة بتاعت مجتمع مدني، منظمة بتاعت دراسات وتطرح دراسات للشعب الإريتري عن الفدرالية وتعميق الفكرة لكن الأرجحية بعد قبل المؤتمر الأول للتأسيس كان في الاجتماعات اللي كان سابقة المؤتمر كانت
انه يكون في تنظيم سياسي عشان ندخل المعمعة السياسية ونثبت، لأن احنا قاعدين نتناقش السياسة وقلنا لازم نكون سياسيين عشان نثبت الأفكار الفيدرالية. وبكده كان أعلنت الحركة الفيدرالية إعلان التام تقريبا في 2003، كان خلاص وجدت هي أوراق رسمية وكل شيء. وبعدها بدأ المسألة بتاعت إنه اتصالات بالتنظيمات السياسية الأخرى. كان أيامها في التحالف موجود في سوريا، كان انتقل. لا وقتها سوريا التحالف المعارضة لسه كانت موجودة في السودان لحد 2008. كان في اتصالات بالسودان برضو، التنظيمات السياسية الموجودة هناك. كان في اتصالات بالتنظيمات السياسية الموجودة في سوريا. عملوا رحلة الإخوة من المؤسسين زيارة لسوريا والسودان وقابلوا التنظيمات. للأسف الشديد وقلنا ببرود شديد من التنظيمات السياسية، غالبيتها ما أقدر أقول كلها لكن الغالبية العظمى من التنظيمات السياسية قابلتنا ببرود شديد جدا. فالبرود اللي قابلنا كان واحدة من أسباب إنه كثير من التنظيمات السياسية اعتبرتنا منافسين وليس يعني إضافة جيدة للمعارضة، بس اعتبرونا إنه إحنا منافسين. ولدرجة بدون ما نذكر أسامي التنظيمات، في رئيس تنظيم يعني شال الورق بتاعنا ورماه في سلة المقبلات طوال، قال أنتوا حنديكم 6 شهور تقريبا وبعد 6 شهور تختفوا، يعني تكونوا موجودين وما في كلام زي يعني فيدرالية وكلام زي ده ما في أصلا كثير. اعتبروا كلام فارغ يعني في الواضح كده. وطبعا كان طبعا بالنسبة لنا صدمة إنه الرفض جاي من تنظيمات احنا كنا نعتبرها تنظيمات يعني ننتمي ليها على الأقل في التراث وفي في الإرث المجالي مع النظام ضد السياسة كنا نعتبر مثلا ننتمي ليها. يعني احنا كنا متوقعين انه المعارضة الشديدة للحركة الفيدرالية كان حتكون من التنظيمات اللي فيها أغلبية تجرينية مسيحية يعني. فنعتبر التجرينية احنا كنا متوقعين ان هم اكثر اللي يعتبرونا يعني مؤيدين بهم، لان احنا قاعدين نقوم بتنظيم بفكرة جديدة، لان نقول لهم يا اخي نتقاسم السلطة ونتقاسم الثروة. فللاسف لكن زي ما قلت انه المعارضة الكبيرة جاتنا او الصدام الكثير جانا من التنظيمات اللي كنا نعتبر انها هي حتحتضننا ونكون بجنبها. احنا المهم ما يأسنا، رجعنا لمغرنا وبدأنا من جديد نفكر نعمل شنو وننسق كيف. وكنا قررنا وقتها ان الناس تستمر في النضال، لأن النضال ما حيصير على تنظيم محدد او يعني لا هو ممكن واحد يحجر عليك انك اذا انت عايز تناضل ولا يقدر واحد ولا تطلب تحمل حد ذاته عشان انت تناضل. يعني النضال ما محتاج انك تاخذ اذن من شخص يعني. فقلنا نواصل النضال بتاعنا ونستمر فيه. وكذلك قلنا انه شو نعمل يعني ممكن انه نواصل الحوار، يعني الحوار يكون متواصل غير متقطع مع التنظيمات السياسية الثانية. واكيد قلنا حننجح في اقناعهم بانه على الاقل يقدروا لنا كاصدقاء لهم حتى لو ما قبلوا بالفكرة بتاعتنا. وواحدة من الأشياء اللي عملناها وقتها كان في مؤتمرنا الثاني هو دخول الحركة الفيدرالية في التحالف الإريتري، لأن التحالف وقتها هو كان في السائد يعني في المعارضة. وكأنك أنت لو دخلت التحالف هتكون يعني لقيت اعتراف للآخرين بوجودك السياسي وكل، لأن أغلبية التنظيمات وقتها تقريبا كل التنظيمات اللي في المعارضة كانت عضو في التحالف الإريتري. وفعلا شاركنا في التحالف ونحن أعضاء وأثبتنا وجودنا مع الزمن في التحالف. بقينا يعني رغم ما ممكن يتجاوز التحالف حتى في الخلافات الأيام اللي فيه، وكانوا يعتبرونا دائما الحزب الصغير. يعني حتى التقسيمات في التحالف كانت في تقسيمات أيام أنا أشوفها حتى لما الواحد يرجع للتاريخ شوية كانها غبية كانت. وما يقول لك التنظيم صغير اللي عنده صوت واحد، التنظيمات الكبيرة عندها صوتين. هنا حتى الكبير والصغير ما كان محدد بحجم الجماهير بتاعته أو بأفكاره السياسية، حتى كانت محددة بالأقدمية النضالية اللي كانت موجودة. يعني التنظيم ده معي وده موجود معانا من أيام الجبهة اتفرقت، فده عنده صوتين. لا ده تنظيم مثلا ده حس يتكون حس ده عنده صوت واحد. فكانت المسألة دي عيارات كانت يعني
انا بعتبرها يعني في الزمن ده حتى اللي احنا فيه بعتبرها معايير غير مضبوطه لتقسيم التنظيمات، وليه يكون ده عنده صوت او صوتين. والله ده لانه حس جديد او لانه ما عنده ناس وكذا. كانت الحاجه مبنيه على الافكار وعلى يعني على تنظيم برنامج السياسي هو وكذا، بغض النظر كانت مبنيه على الاحجام والقدم وكذا. احنا رضينا بالمساله دي، قلنا خلونا نرضى بها الى على الاقل يعني ما نثبت نفسنا. وفي يوم من الايام قلنا نرفضها يعني. شفنا احنا ظالمه حسب العطاء. احنا كنا نعطي كثير جدا من الوقت بتاعنا وفرغنا ناس للعمل في التحالف، وبعد فتره كان لما جاء الوقت المناسب غيرنا اللوائح دي وغيرنا المعايير الموجوده في التحالف. يعني جزء كبير من التغيير ده، ولو ما احنا لوحدنا لكن احنا كان عندنا في نصيب الاسد يعني. واعتبره كان برضه كويس وقتها للتحالف انه يكون في تغيير في معاييره اللي ينظر بها للتنظيمات السياسيه. طبعا الحركه الفدراليه بعد ذلك استمرت في نشاطها. كان احنا دائما يعني نطرح كنا عايزين نعمل كتله قويه اساسها فدرالي، كتله فدراليه كنا نقول، يعني تنظيمات تكون على قائمه على كتله فدراليه، ككتله فدراليه تعمل مع بعض في داخل التحالف والمعارضه يعني. ويعني اجتهدنا في الموضوع ده ولقينا قبول وقتها من بعض التنظيمات، الجبهه والحزب الاسلامي والاصلاح في قبول الفكره، وبدات مناقشات اللي هي دي بعدين ادت لقيام الكتله بتاعت التضامن. لكن للاسف الشديد الكتله كانت ضعيفه وركيكه، وما كل الناس يعني كانوا فعلا يعني ما كان في شعور من كل التنظيمات الاربعه دي انه المساله دي ممكن تستمر لقدام، وتفرقت بسرعه. يعني يمكن خلال سنه كان تقريبا او في اواسط بالضبط هي تفرقت بعد اواسط يعني. هذا استعجلكم طبعا في التاريخ سريع كده على اساس انه ما ضيع الزمن كثير. لكن بعد كده طبعا الحوار مع التنظيمات السياسيه رغم التضامن كان مستمر بدرجات متفاوته جدا، مع على اشكال ثنائيه، مرات على اشكال ثلاثيه، مرات على اشكال رباعيه، ومرات اضفنا في يعني التضامن ذاته عدد كبير شويه في المساله بتاعت الحوارات. يعني كان في حوارات جاريه مع سادن مع غيره من التنظيمات، الحزب الديمقراطي في حوارات جاريه كانت معه للتنسيق كان اكثر يعني في عمل التحالف. وبعدين لما بدا كمان المساله بتاعت المجلس، لانه الحركه لعبت دور كبير في برضه غيام المجلس. كان الوقت ذاك رئيس المكتب التنفيذي الحركه الاخ بشير اسحاق كان هو يتراس اللجنه التحضيريه اللي عليه على ضوءها تكون الملتقى بتاع الحوار. وكان عندنا النصيب الاسد في العطاء والعمل. اول ملتقى بتاع حوار ما بين القوى السياسيه الاريتريه شاركت في كل التنظيمات الاريتريه ما عدا حزب الشعب وقتها EDD يعني ما شاركوا، لكن بقيه التنظيمات كلها الاريتريه ومنظمات المجتمع المدني شاركت فيه. ومن ملتقى الحوار طبعا كانت الانطلاقه بتاعت المجلس او اجتماع واسع او مؤتمر واسع الاول للمجلس، واحنا كان برضو مشاركين في النهاضه دي. ده هذا الصعيد بتاع البغضاء، وممكن المجلس ده عليه الواحد يرجع عليه خلال الاسئله والنقاش ومستقبل المجلس. لكن كحركه فدراليه يعني استمرينا في النضال الوقت ده كله. في ناس طبعا يسالوا نفسهم واحنا برضه نسال نفسنا ايش الانجازات اللي عملناها في الفتره السابقه دي. كونا بقينا تنظيم، ومع الزمن بقينا تنظيم موجود يعني في الساحه، يعني ما يقدروا يفوتوه. لكن بقينا برضه زي التنظيمات الثانيه لازم نسال نفسنا ايش الفائده اللي عملناها خلال الفتره اللي فاتت دي. اوكي، جودنا العمل في التحالف، اشتغلنا كثير في ملتقى بتاع الحوار، اشتغلنا كثير في المفوضيه، اشتغلنا كثير في اواسط لتكوين المجلس. ده على النطاق هناك. على النطاق الجماهيري ايش اللي عملناه وايه عملنا ذاته كتنظيم؟ هل حجمنا زاد؟ هل احنا لسه يعتبرونا مجموعه بتاعت موجوده في اوروبا وشويه منها في السودان وشويه في استراليا والسعوديه؟ ماذا احنا يعني؟ فاحنا في التحليل اللي عندنا في الانجازات يعني اكبر انجاز يمكن عملته الحركه الفدراليه على النطاق الفكري الاريتري السياسي هو كان بلوره الفكر الفدرالي. يعني الفكر الفدرالي سنه 81 كان برحته كان كتب عن الفكر الفدرالي كان وككتاب يعني. حتى عبد الله ادريس كان راوغ الفكره شويه وناقشها شويه وكذا،
لكن ما كانت على الصعيد الأرضي وعلى الصعيد العملي ما كانت موجودة. يمكن أنا أقدر أقول إن الحركة الفيدرالية هي تقريبا الحزب الإريتري أو التنظيم الإريتري الوحيد اللي قدر يبلور الفكرة الفيدرالية بشكل جيد، إنها بقت طرح موجود، خيار موجود في الساحة الإريترية. فنغنى النقاش ذاته ننقل النقاش ونرفعه من يعمل ومن يحكم إلى كيف تحكم إريتريا. دي احنا نشوفه برضه واحدة من إنجازاتنا. قدرنا برضه الحركة الفيدرالية إنه نطور في العمل الإداري في بعض المؤسسات تحت المعارضة الإريترية، التحالف مثلا، سواء أو إن كان ركيز جدا التحالف حاليا، لكن في عمل الداخلي كنا قدمنا أفكار جديدة ولاقت قبول. كان حتى في المجلس أشياء كثيرة من الأشياء اللي اتعملت في المجلس كان يعني احنا نقول من الأسباب، سواء كان أعضاء أو عضوية الحركة الفيدرالية النشطة مع الآخرين. طبعا الواحد ما يقدر يتحمل ياخذ طبعا كل الخير اللي احنا اللي عملنا واحنا اللي عملنا، لكن مع الآخرين كان مساهمتنا قوية وبارزة. فالإنجازات على الصعيد الثاني كان يعني الحركة الفيدرالية برضو أسهمت كثير من خلال ندوات ومحاضرات في نشر الفكرة الفيدرالي والديمقراطي بشكل عام في إريتريا، العمل الديمقراطي العام. يعني قدرنا نجدد في العمل المؤسسي بتاع التنظيمات كتنظيم. مثلا إذا أخذنا الحركة الفيدرالية كتنظيم مثلا، يعني المؤسسية اللي فيها مثلا نعرف مين أعضائنا، لأنه إحنا العضو مثلا إذا ما يدفع اشتراك ما يعتبر عضو، يعتبر متعاطف. يعني أنا مرة في ندوة كان جماعة يقولوا لي أنتم الحركة الفيدرالية يعني مثلا كم أعضائكم؟ أنا أتذكر قبل المؤتمر بتاع 2012، ف يعني أعضائنا إحنا قلنا لهم والله اللي يدفعوا اشتراكات تقريبا كانوا وقت ذلك زي 70 شخص يعني اللي يدفعوا اشتراكات. هذا اللي عندكم ديل، إحنا عندنا قريبا كم ألف شخص. فأنا سؤالي كان الكمال ديل يدفعوا اشتراكات شهرية؟ لا، قال لي طيب ما إحنا زي ديل عندنا برضه كمية كبيرة مثلا، إحنا عندنا برضه آلاف ممكن اليوم يعني يؤمنوا بالفكرة الفيدرالية أو ممكن يحبوا الحركة الفيدرالية أو يحبوا شخصيات الحركة الفيدرالية، لكن ما نعتبرهم أعضاء بس عشان هم يحبونا او كذا. يعني لان احنا اخذنا المساله الموجوده في شفنا تعلمنا شويه من النظام الاوروبي. انت تكون عضو في نقابه او تكون عضو في اي منظمه او تكون عضو في حزب سياسي، اول شيء لازم تدفع اشتراكك. يعني هو شيء معنوي لكن اساسي مهم، لانه ده يوري انك انت فعلا عايز تطلع حاجه من جيبك، شيء خاص لك للشيء الفكره اللي بتؤمن بها او التنظيم اللي عايز تنتمي له. فدي مثلا كتار من التنظيمات الإريترية ما عندهم، لكن لما نتناقش معهم دائما يقول لنا والله الفكره دي كويسه واحنا حتى ندخلها في عملنا المؤسسي. احترام برضه العمل المؤسسي من الفروع، من القرارات، كيف تمشي القرارات دي برضه ساهمنا فيها بشكل اشوف كويس في المعارضه الإريترية. وان كان لسه كل المعارضه الإريترية واحده من نقاط ضعفها هي طبعا العمل المؤسسي ضعيف جدا، ما غوي. واحده من اسباب ضعف المعارضه هي ضعف العمل المؤسسي في تنظيماتنا. لذلك تشوف ان التنظيمات دي مرات هشه شويه، ممكن تتفرتك بسهوله، ولو تفرتكت ممكن تتفرتك على بدل 2 ممكن تتفرتك على 4 5 تنظيمات، يعني تطلع منها فروق كثيره يعني. ودي هي طبعا شيء حساس، شيء يعني مهم جدا ان الواحد يذكره، انه هو ضعف المؤسسيه دائما تضعف العمل مع المعارضه. ودي يمكن حاجه فعلا عايزه دراسه، عايزه الناس تنتبه ليها. ما حنقدر نطور نفسنا اذا ما عندنا عمل مؤسسي، ما حنقدر نبني دوله ديمقراطيه اذا ما عندنا عمل مؤسسي، لانه اي دوله ديمقراطيه تبنى على العمل المؤسسي والهيئات المؤسسيه. طيب انا طبعا لانه وعدت كان الاخ عادل انه حنتناقش في اشياء كثيره، وقلت له انا ما حتكلم كثير لانه عايز اكثر فرصه للنقاش وكده، فانا قاعد اتخطى الاشياء دي بسرعه شديده. كنت عايز انتقل برضه لاشياء ثانيه اللي هي مثلا الحركه الفيدراليه ساهمت برضه في الحوار مع دول كثيره فيدراليه. شاركنا قبل كده في احد اعضاء الرياضه، شارك في كورسات في سويسرا عشان نعمق الفكره. ربطنا علاقات بدول ثانيه. في السويد مثلا عندنا علاقات جيده، احنا نفسنا اكتف او نشطين في السياسه بتاعت البلد هنا، ونشجع دائما اعضائنا في كل الدول اللي هم عايشين فيها يكونوا نشطين في السياسه، لانه نتعلم من العمل السياسي مع الدول الثانيه. تجربه لنا هي
وده طبعا ماشي لقدام لسه، قاعدين نحاول نطور فيه برضه لسه. لكن ده هو كله لخلق يعني وعاء سياسي ديمقراطي مؤسسي طويل المدى. في احداث كثيره طبعا حصلت في الساحه الاوروبيه، عندنا اراء فيها طبعا، سواء كان في داخل المعارضه او على الصعيد الاقليمي. منها مثلا حتى عمليه السلام اللي حصلت في ليبيا، الخرطه الجديده اللي قاعده ترسم في الشرق الاوسط، موقعنا احنا كمعارضه مع الشوين، هل اللي قاعد يحصل مع حرب اليمن مثلا والتدخل السعودي في اليمن وغيره نفع علينا المعارضه ولا نفع على النظام اكثر؟ عمليه السلام الماشيه دي اسئله كثيره برضه، يعني انا اتمنى ان اليوم نلحق نناقشها شويه في نقاشنا. انا كنت وعدت انه نناقش برضه الامور الاقليميه دي، فانا قبل ما اخش بقدر اخش في المعارضه اليوم مقبل على المؤتمر الثاني للمجلس الوطني، واحنا كحركه فدراليه يعني نشوف ان المجلس الوطني مهم جدا ان الناس تعمل فيه، رغم انه فعلا مر بعقبات كثيره من بعد اواصر هزات ارضيه شلت حركته للاسف الشديد. واعود برضه ثاني اقول انه واحده من الاسباب الكبيره اللي كانت الشله اللي عملت على المجلس هو كان ضعف المؤسسيه في المجلس، كان في ضعف في اللوائح بتاعت المجلس ما بين التنفيذيه ورئاسه المجلس، كان في ضعف برضه في المفهوم بتاع الناس، وما كان في مفهوم موحد للمجلس، هل هو يعتبر حكومة منفى أم يعتبر هو في ثوري إلى إسقاط النظام مرحلي، يعني جامعة مثلا مرحلية هي مظلة يعني تجمع كل القوى السياسية لإسقاط النظام، وفي تكون في مرحلة انتقالية هي صاحبة الحكم هي رجع إلى ما تحصل انتخابات. فكان في خلاف كثير ما كل الأشياء المؤسسية أضعفت المجلس وأضعفت الانتماء للمجلس وأضعفت كمان ثقة الجمهور بالمجلس. احنا كحركه فدراليه لانه شوف اهميه المجلس تكمن في انه حيوحد على الاقل الخطاب السياسي للمعارضه الرئيسيه. عشان كده احنا متمسكين به هو لدرجه انه فرغنا يعني احد المؤسسين الحركه الفدراليه الاخ بشير اسحاق، يمكن تعرفوه اكثر مننا، هو مشهور يعني اكثر مننا كلنا. فالاخ بشير اسحاق مفرغ من الحركه الفدراليه يعني كامل، تفريغ كامل للعمل فقط للمجلس، وهو يدير الآن التحضيرية بتاعت المجلس. ودي كان يعني واحدة من الأشياء اللي احنا شفناها مهمة إنه نفرغه من عمله في الحركة للمجلس، لأنه نرى إنه المجلس ده مهم جدا، ونتمنى فعلا إن المجلس يعني حتى يطلع المؤتمر اللي حيكون بعد شهرين تقريبا أو بعد شهرين زي ما هم حتى أعلنوا، انه يطلع بقوه اكثر، بزخم اكثر وتماسك اكثر، وكذلك يعمل في الخطه اللي كانت لنا في اواصر اللي هي توحيد الخطاب السياسي، لان تواجههم دولة مشكله. الدوله الاريتريين لما تنظيمات الاريتريه لما تمشي تقابل اي جهه سياسيه، انا قبل فتره كنت في لقاء مع وزاره الخارجيه السويديه هنا، أنا والأخ رزاني من حزب الشعب، كنا دعينا سوا وكان يمكن للسنة وشوية. فوزارة الخارجية السويدية هنا طوال سألونا قلنا يعني ما في جهة واحدة تمثل كل المعارضة يعني نقدر نتكلم معاها. فأنا لما طلعت برا جيت فرصة، لأنه ما أنا جاوبت كان عندنا المجلس لكن للأسف يمر بأزمات داخلية عشان فيها حركة أولى. لكن لما طلعت برا جيت استعملها كنصيحة لرزاني، لأن رزاني حزب الشعب وحزب الشعب ما ينتمي للمجلس. فوريت رزاني قلت له رزاني دي واحدة يمكن تديكم دفعة في أنكم ترجعوا للمجلس كتنظيم زي حزب الشعب مثلا، دوره برضه مهم في المعارضة والمفروض يكون في المجلس مع أخوانه يعني الثانيين. لأنه قلت له حتى اليوم نشوف السويديين قاعدين يسألوك إذا ما عندنا ليه ما عندنا جهة واحدة تمثلنا يعني كمعارضة. فأنا كثير متمسك بالمجلس أنا شخصيا وحركة فدرالية، ونتمنى إنه الجماهير تسند رغم الأخطاء اللي فيه ورغم اللي لكن هو ما حيستقيم إلا طبعا إذا الناس التفت حوله وساهمت كل الناس الغيورين على الوطن في إنه فعلا تكون في جهة واحدة تمثل كل المعارضة الأمريكية. بخصوص السلام اللي قاعد يحصل في الحصل ما بين سوريا وإريتريا، احنا طبعا كحركة فدرالية عندنا وجهة نظر
انه التم ده هو ما احنا ما نرفض السلام طبعا. ما في جهه، ما في انسان تنظيم يرفض السلام. يعني السلام احنا عايزينه مش بس اريتريا مع اثيوبيا، عايزين اريتريا السلام عندها مبني على اسس مع السودان، سلام مبني على اسس مع دول الجوار الثانيه عبر البحر، السعوديه، اليمن، غيرها. لكن تكون احنا نقول نعم للسلام، لكن نقول لا للاستسلام. الحصل ده هو اذا سالنا نفسنا اريتريا السلام اللي قالوا عليه ده، حتى مثلا رغم ان احنا ما نرفض المبدا بتاع السلام، اريتريا استفادت منه ايش يعني؟ ولا حاجه. السلام ده قرب 200 سنه، ما في اي تغيير ايجابي تم في اريتريا بالنسبه بعد السلام. يعني السلام ده لا جاب فك المساجين، يعني الاسرى السياسيين، لا فتح حريه التعبير، لا ذاته يعني خلى النظام يقول اوكي احنا حتى قاعدين نغير في سياستنا وعايزين ندخل في سلام، وعايزين كمان نتحاور حتى مع المعارضه، او حتى نسلم نغير الحكم بتاعنا، نعمل الحكم على الاقل بطريقه من انواع نخفف شويه، يعني يكون في على الاقل الموظف تقدر تدخل البلد ويكون في نوع من الانتخابات حتى لو مزيفه بتاعت السودان او غيرها يعني. فاحنا قاعدين نشوف انه العمليه بتاعت السلام هي مجرد استسلام من النظام وليس سلام. بالعكس السيفيين بعد السلام يعني ريحتهم على الاقل حتى اقتصاديا. زمان كانوا يحطوا هاجسهم الكبير في حمايه الحدود بتاعتهم مع اريتريا، ملايين الدولارات كانوا يحطوها السيفيين في النهايه، حتى وفروا ملايين الدولارات بعد توقيع السلام. ملايين الدولارات وفروها لانه ما يحتاج الزخم العسكري كان في الحدود التي كانت حدود طويله مع اريتريا. و السيفيين اليوم فكوا الاسرى بتاعهم السياسيين، عملوا اشياء كثيره استفادوا من السلام بصراحه. يعني في نوع من الاستقرار الذهني في اثيوبيا، وان هم عندهم خلافاتهم الداخليه في داخل اثيوبيا، ابي احمد بمشاكل الداخليه، لكن برضه من الناحيه الدوليه استقر وطلع في العالم حمامه السلام الافريقيه يعني، وانتعش دوره وكبر دوره ما بين الرؤساء الافارقه في عمليه السلام والعمل المعرفي. لكن اريتريا كدوله ولا حتى كحكومه ما في اي فائده تقدر تذكرها اريتريا استفادتها من السلام الموجود مع اثيوبيا. حتى الحدود غفلت، حتى مساله السلام حتى ما ماشي بنفس السرعه، رغم ان وزير الخارجيه الاريتري حتى مشى اليومين لأثيوبيا. رغم كده لكن برضو السلام لا نوقشت المسألة اللي أصلا من أصلها قامت الحرب 78 مع اثيوبيا، مسألة الأرض مثلا تاع بادمي ما نوقشت إلى الآن، ما عارفين ايش حيحصل فيها. أنا بعتبره نوع من الاستسلام. يريد يمكن 30,000 جندي أجماع يقولوا حسب الستاتستيك بتاع الأمم المتحدة كان على الضحايا بين الجهتين كان تقريبا ما بين 80 ل 100,000 جندي. الاريتريين يمكن ما بين 30 وال 50,000 منهم ماتوا في الحرب. ماتوا من اجل بادمي حسب البروباغندا وكلام النظام الدكتاتوري السياسي. لكن السؤال الحسي اللي يطرح نفسه، طيب انت الناس دي ماتت وكنت تقول السبب هو بادمي. حسي تقريبا قريب السنه قربت السلام عمليه السلام قربت 30 سنه والى الان ما عرفنا. بالعكس هو قاعد ينزل يعني قاعد يبدا اراضي ثانيه. يعني كما تشوفوا شفت قبل فتره الرئيس الاثيوبي هو اللي وقع الاتفاقيه بتاعت تعمير ميناء مصوع، مش الرئيس الاريتري. انت كانك اديت بادمي جديده وبادمي اكبر كمان، يعني تعطيه محطه سمهر كلها او ميناء مصوع كله اللي هو في يوم من الايام كان واحده من اسباب الحرب مع اثيوبيا وطمع الامبراطور الاثيوبي في اريتريا كان هو الميناء بتاع مصوع. فانت بدل ما تاخذ الاسد قمت بحرب من اجل بادمي او ارض بادمي، قاعد تدي زياده تنازلات اكثر. فاحنا المساله دي قاعدين نسميه استسلام وليس سلام يعني. لكن ارجو ان لا يفسر كلامنا انه احنا رافضين للسلام، احنا بالعكس احنا عايزين سلام لكن ما عايزين الاستسلام. نفس الشيء السياسه برضه المكرر حتى مع السودان العلاقات السياسيه، يعني هو لو في فعلا سلام فعلي يعني كان ممكن السياسه يلعب دور، اذا اصلا كان في نوع من الرشد السياسي في حكومه، ومش بس انانيه شخصيه وانانيه تنظيميه مطلقه ومحدده، كان ممكن يلعب دور كبير في مساله
انه اوكي حتى في السلام على الاقل يعني ممكن دول ثانيه تعترف لي انا برضه كشخص يعني جيد وممكن يصلح يعمل اصلاحات. البنك الدولي ممكن يعمل حاجه رغم حتى السياسه قالوا انه السنكشن اللي كان موجود من الامم المتحده، لكن البنك الدولي الان رافض يغرب اريتريا ولا مدين واحد. تقارير بتاعت امنستي انترناشونال نشوفها كلنا قاعدين. التقرير رفع من الهيئه بتاعت حقوق الانسان بتاعت الوحده الاوروبيه بتاعت الامم المتحده، شفنا التغيرات يعني لسه في الكبت ولسه في المساجين ولسه في طرد الشباب بشكل يعني بي سي تي بلو كان رئيسه زي يعني شباب تدخلهم في معسكر بتاع تدريب لمده 17 15 سنه، في طبيعي انه حيهرب منك حيطلع منك. فالاشياء دي كلها موجوده وموثقه. عشان كده هو مهما ما يقدر يستفيد من الترك بتاع السلام العملي يعني، وهو شايفين يعني ينتعش اكثر دائما لما يكون في حروب في المناطق. يعني هو حرب اليمن استفاد منها للعلاقات مع السعوديه وكده، هم احتاجوه كمان منفذ امني وقتها عشان يقفل الحرب مع ايران والمساعده لليمن. السياسي يستفيد للملاحظين مع كل الحروب والمشاكل اللي تكون هو يستفيد منها دائما. على كل حال طبعا العالم نفسه ليش ما مهتم بالمعارضه الاريتريه وقضيتنا؟ احنا كارثين برضه يهمنا العالم يقول عمل ايه، ويهمنا برضه لو نلقى مساعده دوليه. للاسف الشديد في نفس الفتره وتلاحظوا حديكم مقارنه في فنزويلا قامت في مظاهرات في نفس الفتره كانت في مظاهرات في السودان. العالم كله مهتم بالمظاهرات بتاعت فنزويلا لدرجه ان الامم المتحده الوحده الاوروبيه والامريكان ودول كثيره اعترفت بالرئيس بتاع المعارضه كهو الرئيس الشرعي لفنزويلا، وارسل وفود يعني كل الدول حتى البرازيل وغير البرازيل والدول لاتين امريكا كلها مهتمه، لانه في بترول هناك في ناحيه فاضيه قربها من امريكا. الاشياء دي كلها تلعب. اريتريا الى الان ما عندنا ما ينظر لها كشيء مثلا موجوده هي في الاجنده بتاعت العالم والامم المتحده لانه لازم نغير الوضع في اريتريا، لكن ما موجود في الاجنده رقم 1 أو 2 أو 10 أو 100، لانه ما في اهميه فاضيه كبيره تذكر. في اهميه واحده بس اللي تلعبها اريتريا هي الاهميه بتاعت الامن والاستقرار في المنطقه. المساله الامنيه يعني في المنطقه بتاعت البحر الاحمر دي هي المهمه بالنسبه لهم، لكن دي حسب لقوها بلاش من غير ما يحتاجوا يغيروا النظام، لانه النظام ادى الامارات الميناء بتاع عصر ماسكين الميناء بتاع عصر اللي يخرجوا من الجزئيه العسكريه او الحربيه. ميناء مصوع قاعدين يعمروا فيه. يعني لقوا منافذ الامريكان والوحده الاوروبيه لقوا منافذ في اريتريا. يعني مثلا التمويل بتاع البوتاسيوم مثلا كسبته شركه بريطانيه كبيره جدا على اساس انها تنقب البوتاسيوم في اريتريا، ودي حتكون بالمليارات. لما الشركه دي وقعت الاتفاقيه بعدها بشهرين البريطانيين نفسهم سعوا في انهم ياخذوا السنكشن من الامم المتحده، يرفعوا السنكشن على اريتريا، لانه حتكون بالنسبه لهم مخيله انت كيف تتعامل كحكومه مع دوله فيها ديكتاتوري عليه سانكشن ودار تمشي تستقطب او تنقب عن البوتاسيوم. فالمساله بقت انه الاهتمام الاوروبي الاهتمام الامريكي ما هو اهتمام بالنسبه لاريتريا، لانه فيها مصالح بالنسبه لهم كبيره، ما عدا انهم بس يلقوا فيها من الاستقرار بغض النظر يكون ديكتاتور او غيره. هنا يجي دور المعارضه في انه لازم نستمر في انه نعكس للخارج، نعري النظام بشكل مستمر، وده شغالين في كل المعارضه. ده احد من الانجازات اللي انا بسيط اقولها، لانه حتى السنكشن تم في 2008 وبعدها من الامم المتحده كان الانترفيوهات تمت مع المعارضه يعني سواء رؤساء تنظيمات وناشطين يعني سياسيين، لكن برضو ما هو بالدور الكافي، لانه لسه لا نزال نحفظ الخطاب السياسي الموحد ما قاعد يدي التاثير المطلوب في انه يكون في ضغط على الدول الاوروبيه ذاته. احراج التم برضو كان من ناحيه كثره اللاجئين الاريتريين. يعني اريتريا اليوم هي واحده من الدول الكبيره المصدره للاجئين، تصدر اشياء نافعه بدات تصدر لاجئين شباب. لما كثرت الضغوطات على الدول الاوروبيه بدات الوحده الاوروبيه مثلا تناقش انه يا اخي احنا ندعم النظام بفلوس على اساس انه النظام نجح في انه يغني على الاوروبيين انه يا اخي الشباب اللي قاعدين يخرجوا ظروف اقتصاديه. فالاوروبيين قالوا احنا يا اخي نديك قروش عملنا مشاريع تجاريه في اريتريا على اساس انه الشباب دول ما يهربوا. لكن هم اكتشفوا بعد فتره المساله دي مش بس مساله ما مساله اقتصاديه فقط، يعني هي
هي اكثر من كده، او القروش حتى جمدت كمان عشان ما اكلمكم، ما يعني ما اعطوه، كان بدأوا يدوا كانوا تقريبا 80 مليون دولار استلمها السياف عشان يعمل مشاريع، لكن بعدها بعد القروش كلها جمدت. طيب معناها الرأي العام ما حنقدر نغيره إذا ما بقينا أفضل في طريقة عملنا كمعارضة بشكل عام. الرأي العالمي عشان تجذب انتباهه لازم تخلق كارثة مرات للأسف الشديد. يعني يكون في حرب أهلية وحرب طاحنة ممكن العالم وقتها ينتبه، أو كمان يكون في مجاعة أو كارثة طبيعية برضو العالم ينتبه. لكن للأسف الشديد ده هو الواقع الموجود. الشيء الثالث اللي ممكن يتعمل هو انه يكون عندك قوة سياسية متماسكة تعمل للفت انتباه الرأي العالمي، ودي هي اللي شوية احنا يعني نتمنى بعد المؤتمر بتاع المجلس وان الناس تنتبه لها بشكل افضل. وما ينفع بس ما بنتكلم احنا فقط عن الاحزاب السياسية، لكن حتى مثلا الناشطين السياسيين، اللوبي، يعني هي على عاهل كل اريتري تهمه اريتريا بصراحة. طيب أنا أفتكر تكلمت كثير أخ عادل، ما أعرف إذا أنا أكتفي زي كده وأرجع عن طريق الأسئلة، وممكن برضه ممكن بعدك لو لسه خلصت ممكن أتكلم شوية على أساس ما أدخل الزمن كله لأن أنا أكون اتكلمت طول الوقت. وأفتكر إنه بدأنا متأخرين في الميكروفون، فأنا أجيب حقي هنا، لكن أدي الفرصة للأدمن وللأخ عادل او ابتكر ضرار برضه موجود على اساس انه ممكن ارجع ثاني للكلام، لكن ممكن يكون عن طريق الاسئله. طيب شكرا للاستماع يا جماعه، واتمنى ان الصوت كان واصل كويس، واجي هنا اخلي الميكروفون لك للادمن. شكرا يا شباب. شكرا جزيلا الاخ الاستاذ صالح صباح. وبالتالي ممكن هنديك 5 دقائق أو 7 دقائق تشرب موية وترجع لنا، كفاية ولا نواصل طوالي؟ ده اختيارك، وإذا عايز 5 دقائق عشان تاخد راحتك 5 دقائق تشرب موية وتجينا، ولا نواصل طوالي؟ إذا كان نواصل طوالي اديني واحد. إذا كان ممكن نواصل توالي أوكي جميل، نخليها كمان إحنا 5 دقائق. وتفضل يا جماعة. طبعا استمعنا للندوة، ورجاء ضروري دائما أي ندوة يعني لازم لو ما تكون ندوة نقاشية إحنا ما حنقدر نستفيد حاجة، فلازم نناقش ونسأل، وبدل ما أن الواحد يناقش برا ويسأل بعض برا. اليوم رئيس المكتب التنفيذي للحركة الفيدرالية الديمقراطية الإريترية موجود وسطنا، وأي سؤال وأي استفسار عن العنوان، بالتحديد العنوان الحركة الفيدرالية الإريترية الديمقراطية من أين إلى أين، وقراءتها للوضع الحاصل الآن في إريتريا ومنطقتنا وفي إقليمنا. فنحن هنستنى بكده، ويعني ممكن 5 دقائق كده بالنسبة ننتظر شوية وحيرجع لنا أستاذنا، وقت ما ترجع تدينا واحد. سلامة كما يمسيهم. لو مشيت كله بعرب غير زاربوني بتودي نرجع يتردانا انكا بزاح يتردانا ان بزاح يترداكم وغني انت دعا بعرب راح كون يتصلون I don't think يتصلون قداش يكون تداز بروجرام زي نيرترانز ملكت كوينو سي توم تدرين يسمعون يتلينا يمثلني تدري تجاجي أما دايت مش ስለዚህ ሲ አስተርጓማ ይደግሉ ዘራባ ገርካዮ ተረዳን جميل. ربا حسب بقى ولد بلالك انت شو تدمسي كي ملسنا باي اوكي
نبي أنت بي بزين تاشمو صحيف كان يركاي تدالنا لاني لك المحجي إذا جزا كل جزا نترجم استرجمة يتداليو لكن أقاطع مخينو استرجمة يلين يعني أنت هنقبرين أنت شمو هنقات فينا مالتيو ساعة تحته أنا كل جزء بتقرن تخينو وي بعرب تخينو كل جزء تقرنيان وي لما عرب تقرنيان كسالي أنت شو نقولنا حجي أي تدالنا لنا استرجمين حق ذيو لو إكسيف بأي يلين شما قال لي كان شما قال لي حتى تيو كمان أي ملسن شما قال لي حجي حسر بيلو قال سن تزخن نيرو زجزا طبعا قد نيو كنت ترجم لنا ملأختي بسفيحة كنت بتصح فشما قال له إن إذا 10 دقائق ويا 5 دقائق حسر بيلو حفشاوي أنا بتقرنيا كان صبارق أي كإلني كزاربة قبل خليهم بركان صبارق على أي كإلني إذا نسأله ما عن تبوي سوري لك فمزش الجر له لو ما أي تدالنان من ترجم نسأت شجر بابورا حونا في شركة لو من أي تمرتي سابجكت حسبه ناي تمرتي مدب حسبه محمد درار أنت مثلك إمبورتانت زخونة زرباي نيرو مشيت نيرو أنا بتعمل تقد شيء مثلا خطعون كنا كايد لحسيبة نيرة ممكن كم دري أذر لهم يحترني تعرف نحن مسوخ كتاعي كدني دارين دار 5 سنة عابي زخونة عابي تمشون تداعي زخون مسيكم سفيح حرسب إرتاز ملكت قداي سيبا نيجتو سنة أكاز ملكت أيكون سلسل كسدالون يركم مالتين هون خيرين دحركم خينو أنا ورحان فيمس بلين تعمل معنا اللي فله ترى أنا بحكي بو برنامج لنا دبلا استلو خينو I'm sure أقول أنا مسيب تدرينيا قد سخيرين ترى تدرينيا كوينو تليفونها ندارو له خالصة ترجمنا ومن قد دخلت أنا غير كلام تهون مالك إذا خليش دلي لذي أوكي وريد الله أنا اللي أمانة شكرا بابوراي سبوت كتع تسيها قاش أنا ما ننسى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايوه دحين مساء الخير استاذ عادل. تفضل امير بقى انا عندي بس ما لانه الضيف عشان يجينا بعد شوي بعد دقيقتين. لا ما قصدي للضيف. اولا انا اسف عادل وكلكم جينا متاخرين. الجزء الاول طبعا فات من ما سمعت كل المداخلات الضيف، لكن بابوراي اللي قاعد يساله من خلال الاسئله اللي قاعد تنطرح ممكن نترجم له، نحاول بقدر الإمكان بمختصر ممكن بعد الأسئلة ممكن نترجم له من خلاله، ممكن يفهم الندوة ثم يطرح تساؤلاته. بابوراي كبر حو من البات أنا حجي دونجياتي أخو عن توينيرة التخون متخاطات الكنيرة قرب عقميت خبت صح زكال كبت صح مفتونكو خينو دونجي متسير له بحطو ملكت زقرب نحرالو مسؤولات كات حاوشنا خفت زحلفة قرب ناس ترقمنا خنكيد كان أبعد عورات حدا عيني زنقص تباهيلو مالتي كمان نحركينو علنا مالت حدا عيننا نحر زين لو خينو خالز ترقم اختنا مبصح كنت حوابر دلو يخولي لي مالتي. المهم عادل احلى مايك لك مايك فري. شكرا مش مساء عرفتون خسائم سأنتنا بعد كن زرارة مخون سلزي راني لي يا أمير كان أخو لك عيدلني كافو جرس أرفاني إسلام تعرف دي اسمع حاجة مكان هذا اسمه يدل لك أبو ترحي خالي الله شما قل لنا وحامي مرحبا شما قل لك
سلام والله أنا ما كنت منتبه للموضوع خاصة محتاج مترجم. آسف لأن أنا كنت آخذ تليفون بترجش مع واحد تاني فما منتبه. آسف يعني إذا أنتم ناديتونا على أساس إنه أترجم أو من هذا القبيل. حونا بابورا يعني أي بفتهم يستفهلكون كونتات نمترقام دلهم زدلي تلفون حيزة سنحي مس تلفون مسكال إسف زارب سنحي بعلوتي قاشاون كلوتي ناتو أزراربا مسمعو تراي سمعني رمبر زي كونتات زي استفهلكوهم حجقا حونا أمير أنا توفي اللغو سلازبالي نسوخة ترجم الكايم. بارك الله فيك الأخ أمير أنت حتترجم ونواصل. وهذه يعني مو خاص لأخ بابورا، هذه للجميع الإريتريين لأن احنا إريتريين مفروض نتعلم كيف نترجم كيف نستوعب وكيف الكلام. هذه يعني مهم يعني. فالأخ بابورا يعني شكرا على سؤالك وأنا معك. وفي المستقبل إن شاء الله كلنا نتعلم اللغة العربية والتجرينية فنواصل الموضوع بقدر الإمكان. وشكرا. اللغة مساخة حونا بابورا بتربام زدلن كوينو بميو سلازي استوعلك يتوعكم انه تكونوا تقولهم كان تلفون حيزة سلازي والكو يغريت عند حصدكم. وشكرا ما يكفري. شكرا بابوراي شكرا جزيلا يا جماعة دبا طبعا. شكرا أمير. من يزم سايز اللبدي شما قال لي لا مين اللي معي بابوراي. اوكي شكرا كتب ليها. اوكي شكرا أمير نتا توفينتو. شكرا كمان شما قال لي نلبس أمير شما قال لنا بس مريم زلو شما قال لي أمير مقدمة جنبار عريض الأمير أنت تسوي شما قال لي خرج كبيو وبعد عمر طويل. أستاذنا صالح صباح إذا أنت جاهز أعطيني واحد. خلاص طبعا الآن وضع الحلقة حيختلف. صالح صباح إن شاء الله كمان الزمن اللي كنا تكلمنا فيه كان حتى ادينا هدية من عندك نص ساعة. وبالتالي لأن الموضوع حيخش فيه بعد الترجمة بعد الأسئلة. ومن خلال الأسئلة الأخوة حمول كان إيش موضوع الحلقة. طبعا هجي حتتين لهون أستاذ صالح فرق ساعتكم سخنا أيو كابتي جزية مهناتو مسترقام كاتو أيو تانقر وأوكي لولو. الآن يا جماعة أسئلة باب الأسئلة. أسئلة تفضل ارفع ايديكم اللي عايز يسال. شماغل هو في الخط. شماغل انت عايز تسال امسك المايك طوالي مباشره. واللي عايز يسال مباشره انا ما ابغى شماغل في الخط مباشره يمسك المايك. باب الاسئله اتفتح يا استاذ امريتال ومباشره توجه للاسئله. ممتاز. يلا حلفيت أوالي بالميكروفون. سلمك كيت حزل لي كل ميكروفون طوالي. تفضل. طيب السلام عليكم. مسموعة أنا؟ والله أنا ناسية السماعات يا أخ. أوكي. أولا تحية أوكي تمام. الأستاذ صالح صباح. يا ربي حاد نعي لي أنا يا جماعة. واحد لي أنا. أوكي طيب تمام. شكرا يغني لي أمير حوي. أوكي. أولا تحية للأستاذ صالح صباح. وللأسف الشديد أنا برضو صراحة يعني فاتت علي ساعة كاملة كنت أحاول أنا وللأسف ما معي ولا سماعة حتى. حاولت سمعت جزء بسيط
وعلى ضوء حاسأل وعندي سؤال اوريدي مجهزاه. وصراحة للأستاذ صالح صباح مطلق الحرية في إنه يجاوب على السؤال أو يتحفظ عليه، بس صراحة ما أقدر يعني واقف لي في حلقي وكذا، ما أقدر ما أسأله مع احترامي لأسرار التنظيمات والخصوصيات. أولا السؤال الأول هو إنه باعتبار إنه أنا كنت عضو في البورد بتاع مدرخ، وصلنا تقرير عن عمل اللجنة المركزية أو التنفيذية السنة اللي فاتت. من ضمنها إنه كان في محاولة بتاعت اندماج 6 تنظيمات ودخولها في وحدة. من ضمن التنظيمات دي كان الفيدرالية. عايز أسأل الأستاذ صالح صباح، بما إنه هو قال هو يتمسك بالمجلس الوطني، المفاوضات اللي حصلت هل كانت أو الوحدة اللي كان حيدخل فيها؟ لا أنا قاعد أسأل بس دي توطئة للسؤال يعني. أوكي. هل المفاوضات يعني المفاوضات اللي حصلت بينه وبين مدرخ لدخول وحدة هل بتتعارض مع وجودهم هم في المجلس الوطني؟ وشنو أسباب يعني دخولهم في يعني موافقتهم للدخول في الوحدة دي، وما هي أسباب انسحابهم منها قبيل انعقاد المؤتمر التوحيدي أو الاندماج للتنظيمات دي؟ ده سؤال. السؤال الثاني وزي ما قلت أكد على إنه من حقه يجاوب ومن حقه يتحفظ وما يجاوب على السؤال ده. السؤال الثاني بالنسبة للفيدرالية اللي هم بيتبنوها أي نوع من أنواع الفيدرالية، وشنو ضمانات نجاحها في إريتريا؟ ده السؤال الثاني. أوكي، لكم المايك. السلام ورحمة. طيب إذا مسموع أدين واحد، إذا صوتي مسموع أدين واحد. شكرا. أول أشكر الأخت أم رسال للأسئلة. أنا طبعا حجاوب عليها. ما شوف السياسة مرات ما تقدر تقول هو إيش الخصوصي ما الخصوصي. الخصوصي ده شيء لو شيء من داخل التنظيم بتاعي. كنت قلت لي مثلا بما تحب مثلا فلان داخل تنظيمك الشيء كنت حقول لك ده خصوصي، لكن سؤالك جيد جدا، هو سؤال ممتاز. الطراز الأول أنا عجبني سؤالك فحجاوب عنه بكل إباحية برضو لأنه سؤال كان صريح. وأشكرك كمان. أشكر الأخ اللي كان يسأل عن الترجمة. خيرت لو في أخوة يقدروا يساعدوا في الترجمة أنا كويس جدا يعني لو يساعدوا. أنا شخصيا لأنه الترجمة بتاعته ضعيفة جدا ما أقدر يعني مرحلة ترجمة وكذا. فكويس إنه لو يقدروا يساعدوا معلومات شيء هذا هو. فشكرا له برضه للتنبيه الأخ اسمي ما مسكته معلش. لكن الأخت أم ريتال أنا في أسئلة برضه قاعد تتكتب أحاول أرجع لها بعدين الأخوة هناك. طيب سؤال الأخت أم ريتال هو سؤال جيد زي ما قلت وجزئين. السؤال الأول كان عن الكلام بتاع وحدة عبر مدرخ، وحدة 6 تنظيمات وكده. أنا عايز أصحح بعض المعلومة في الحتة دي. إحنا كان بعد العملية بتاعت السلام تمت ما بين إريتريا وإثيوبيا أو ما بين إثيوبيا وسياسة ما نقول كله إريتريا. بعد عملية السلام كان في جات مبادرات أو بالأصح مبادرتين يعني من واحدة من حزب الشعب وواحدة من مدرخ. ألو الصوت مسموع يا جماعة؟ ألو أواصل؟ طيب جيد أواصل. فكان جات مبادرتين فعلا. واحدة من حزب الشعب كان جات مبادرة للمجلس وبرضه ما قبلت بترحيب من كل المجلس لأنها كانت محددة شوية أكثر. والمبادرة الثانية جات من مدرخ، ومدرخ اتصلوا ب6 أو بصح 8 تنظيمات في الأول لكن ما كل التنظيمات اشتركت. وهي مبادرة شكرا صوت واضح.
وهي مبادرة كانت أنا أشوف أساس المبادرة كان جيد. المبادرة كانت فكرتها إنه كيف نقدر نشتغل مع بعض نغرب المسافات ما بين التنظيمات اللي عندها برامجات متشابهة سياسية. هم كان حسب المبادرة ما جاتنا إحنا كان من الأخ سمري من أمريكا، كان إنه هم تواصلوا فقط مع التنظيمات اللي تحمل برنامج غير ديني وغير قومي. هم سموها تحمل برنامج وطني، واحنا جاتنا المبادره وقلنا لهم احنا نشارك في النقاش، نشوف اول ما طبعا ما تقدر ترسل المبادره اذا ما عرف ايش هي. فانا اتكلم معي كان الاخ سمره فعلا مكالمه طويله، وانا قلت له انا حشوف حقي كمان بقيه الاخوان، وكنا فعلا نشارك في المبادره. والسبب كان انه لسه كانت المبادره مبهمه، ما عارفين هي اهدافها ايه وكده. ولما الاخ سمره قال الاهداف ممكن نخطها مع بعض، لكن اهم شيء نجتمع في الاول ونشوف. يعني من الثمانيه تنظيمات الدعيت في تنظيمين ما قدروا او رفضوا المبادره من اساسها قبل ما يجي الاجتماع الاول، اللي هو كان حزب الشعب وحزب الانقاذ، رفضوها من البدايه وبلا اساس ترجع لهم هم. بينما التنظيمات الثانيه السته قبلت النقاش نتواصل. واحنا المبادره في حد ذاتها هي ما كانت مطروحه كوحده على التنظيمات. المبادره هي كان في مطروحه كان انه نقدر نشتغل في بعض النقاط مع بعض كتنظيمات، هل نقدر نشتغل مع بعض. وهي تنظيمات زي ما قلت كانت البرنامج الوطني لا هي قوميه ولا هي دينيه. انا في اول اجتماع الاخ سمره عندي المحاضره كلها وانا عندي برضه جزء كبير منها، انا كنت طرحت المساله بتاعت احنا كحركه فدراليه ذاته عندنا وجهه نظر في انه تنظيمات وطنيه وتنظيمات دينيه وتنظيمات قوميه. لانه هل مثلا انا اذا تمنت في تنظيم وطني هل معناها انه الشيخ خليل او ابو سميه او الشيخ حامد تركي هم مش وطنيين يعني لانه هم عندهم برنامج ديني ما يعتبروا وطنيين؟ ام هل الاخوه العفر مثلا قاعدين يناطحوا يوميا ضد النظام ويشتغلوا معانا في الحقل السياسي، هل هم ما يعتبروا وطنيين؟ فكلمه وطنيه دي شويه زي الانجليزي او كده، فانا ما حبيتها. وهي برضو اشكر الاخوه اللي كانوا معنا في الاجتماع كلهم حضروا رؤساء التنظيمات الثانيه وبما فيهم مدرخ برضو تقبلوا النقاش بتاعي ورفضوا للمساله دي، وقالوا انه ممكن نلقى لها حل يعني تسميه اخرى ونناقشها نتعمق فيها، لكن ما نسميها حسي وطني وغير وطني، لانه انا شفتها حساسه شويه. من نحن يعني عشان نحدد ام الرجال وطنيه وصالح صلاح وطني او غير وطني او فلان وطني او غير وطني؟ مش احنا نحدد. فهم قبلوها. الشيخ كتب ام الرجال كتبت المفروض الليبراليه برضه طرحت من بعض الاخوه في النقاش المشروع الاحزاب الليبراليه وكذا، فكان طرحت برضه في النقاش. لكن انا الشيء اللي اقول برضه عشان اكون عادل انه الاخوه قبلوا الفكره بتاعتي انه ما نقول حس وطنيه ولكن نتركها للنقاش. بعدها اتفقنا على انه نعمل مع بعض الاشياء ايش نعمل فيها، لانه انا كان يهمني هو نعمل في اشياء ايه الاهداف الاستراتيجيه اللي الناس تحاول تشتغل مع بعض. كانت واحده انه نحاول نشتغل في اعلام مشترك، العمل الدبلوماسي الخارجي مشترك، تعبئه الجماهير عمل مشترك. انا طبعا في نقاط كلها ما اذكرها حتى، لكن ايوه الاتصال بالداخل برضو كان في موجود. رقم 4 خلق آلية أرضية مثلا بتاعت غناء فضائية كان موجود كفكرة، ويعني الأفكار كانت جيدة، ما كانت أفكار هي ذاتها ممكن تكون أنا أعتبرها يعني لما يعني بس لحزب سياسي معين أو أحزاب سياسية، يعني أفكار هي لكل المعارضة كان موجودة. يعني مع النقاش الكثير احنا بنتقابل تقريبا كل يوم احد لفتره تقريبا بتاعت شهرين وشويه، تقريبا كل يوم احد او مرات فوتنا كم احد كده لظروف خاصه بالناس. فكان الفكره بدات طب احنا حتى الست ديل حنشتغل مع بعض كيف يعني. ليس الحركه الفدراليه عشان اكون صريح معاكم مش احنا، انه يكون في انه التنظيمات تتوحد مع بعض تكون وحده بين التنظيمات. في فكره كان جات مننا احنا كحركه فدراليه دي حقتنا الفكره دي، وكان غدلوها برضه بعض الاخوه اللي هي ما وحده دي احنا كحركه فدراليه شويه كده، كلمه وحده دي عندنا حساسيه معاها عشان اكون صريح معاك. لكن قلنا ممكن احنا نشتغل في كتله مشتركه،
يعني كتله او جبهه مشتركه تشتغل مع بعض في حاجات محدده اللي هي الست نقاط اللي ذكرتها قبل، الاعلام، التعبئه الجماهيريه، الدبلوماسيه، القناه الفضائيه كده، يعني كجبهه او ككواليشن. انا كواليشن دي بالعربي حتى ما لاقيها. كواليشن بالعربي انا ما لاقي. كواليشن هي يعني اللي هي المهم واحد فيكم لو فهمني الكلمه دي ترجمتها سريعه بالانجليزي للكواليشن، يعني يكون في نوع من الكواليشن انها تشتغل مع بعض، يعني التنظيمات دي او تحالف او ائتلاف. شكرا للاخ. كلمه ائتلاف هي كواليشن. فانا كانت الفكره بتاعت الحركه الفدراليه انه يكون في كواليشن، يعني ما يكون في وحده. كواليشن انه كل تنظيم لسه عنده خصوصيته وعنده برنامج سياسي، لان احنا كتنظيمات السته اللي تقابلنا دي رغم انه كلنا هم سموها قالوا مراهيه دينيه ولا كده، لكن نختلف. انا مثلا حزب ديسنترلايز غير مركزي، بينما الاحزاب كلها كانت الثانيه معي كانت احزاب مركزيه. اذا ذكرنا الجبهه ولا ذكرنا اي بي دي بي 2 ولا اذا ذكرنا الحزب الديمقراطي اليهودي والتفادريجي ولا حتى يعني التنظيمات الموجوده الثانيه، حروي برضه الحزب بتاع حروي اسمه حتى الحزب بتاع اليهودي حروي الليباريو، دي كلها احزاب هي مركزيه وليس غير مركزيه. احنا حزب مثلا فكرتنا هي فكر فدرالي، فالفدراليه هي حكم ديسنترلايز او غير مركزي او حكم لا مركزي هو. فعشان كده انا قلت لهم احنا ايديولوجيات ما نتفق معاكم في المبادئ عشان نكون وحده كوحده معاكم، دي واحده هي. لكن كواليشن نقدر نشتغل اللي هو زي ما قلت تحالف او خلاف كان. فهي الكواليشن ده كان السقف بتاعنا نحن كحركه فدراليه ممكن نشتغل معه. هنا برضه في الحته دي ما وصلنا لتفاهم قوي، لكن قلنا انه كان في قبول انه الناس تخليها ممكن جبهه عريضه وممكن نضيف فيها تنظيمات اخرى وكذا، كان النقاش مشى كده. طيب لكن الست نقاط بتاعت العمل انا الى الان اقول بكل صراحه هي نقاط جيده توصلنا كلنا مع بعض التنظيمات كنا اجتمعنا. النقاط اللي قلت عليكم الاعلام، العمل الدبلوماسي المشترك، تعبئه الجماهير، الارتباط بالداخل، غنى فضائيا بالمناسبه جيده جدا هي. خلق برضه كان النقطه الخامسه والسادسه كانت هي يكون في يعني ان يكون عندنا قوتنا الماديه الخاصه بنا، ما نكون معتمدين على دوله. يعني المعارضه فتره من الفترات معتمده على السودان، من السودان انتقلت الى اثيوبيا في دعمها المادي. احنا الفكره هنا كان من السته لو قدرت تخلق ارضيه بتاع دعم مادي خاص بها، ما تكون معتمده على دوله من الدول الاخرى. فالافكار جميله هي جيده جدا، وانا لسه ما زال متنفذ بالافكار، لكن الطرق بتاعت العمل اللي احنا شويه اختلفنا فيها. طيب ليش تركنا احنا بعد النقاش ده كله؟ لاسباب. واحده لما جات انه نعلن على المبادره بتاعت اللي هي سموها مدرخ، كان في اسئله. احنا تنظيمات سياسيه، مدرخ مش تنظيم سياسي، حيكون معانا كيف في الكواليشن ده او في الكيان اللي يتكون ده؟ مدرخ حتكون معانا باي شكل؟ انا سالت السؤال ده لسامري واسفا وكان برضه حاضر من مدرخ، فانا وجهت لهم السؤال يعني انتم ما هي كيف نشخص او كيف نقدر نحدد ما هي مدرخ؟ هنا انا عشان اكون صريح معاك يمكن انا مخي صغير ما افهم سياسه كثير، لكن ما لقيت اجابه كويسه. يعني واحد رد علي قال لي مدرخ هي منظمه مجتمع مدني. ثاني واحد رد علي قال والله لا، مدرخ هي مش منظمه مجتمع مدني، بل هي حاله سياسيه عشان تسهل العمل، تسهل لتنظيمات العمل السياسي بتاعتها وتكون دافع لها. حتى الردود دي كلها من مدرخ بالمناسبه مش مني، يعني ليه الناس اعضاء مدرخ اللي يقولوا كده. الحاله الثالثه اللي هو كان سمري قالها اللي هي قال مدرخ هي لا تنظيم سياسي ولا هي يعني حاله سياسيه، ولكن هي آلية سياسيه يعني عشان تسهل للناس العمل. انتم كآلية سياسيه حتكونوا موجودين في الكواليشن ده باي شكل معانا، باي شكل حتكونوا معانا في الكواليشن ده، لانه دي تنظيمات سياسيه كلها وانتم حتكونوا شو يعني مراقبين اعضاء تعملوا فيها دي برضه ما كان فيها اجابه. شيء ثاني برضه اختلفنا فيه، انا كان الفكره بتاعتنا احنا كحركه فدراليه انه قبل ما تعلن عن كيان بغض النظر اذا هو كواليشن ولا جبهه عريضه ولا هو حاجه، الكيان السياسي ده بغض لازم احنا كحركه فدراليه راينا كان انه الموضوع ده يعرض للجماهير في الاول، وبعد ما يعرض للجماهير
يناقش مع الجماهير. ممكن يكون من كل التنظيمات السياسيه نختار يجي 3 أشخاص 4 أشخاص، يكون في صحفيين اعلاميين، يكون في ناشطين سياسيين، يكون في غرف زي غرف الطلطوق دي حتى معاكم غرفتكم دي مثلا، يكون في يناقشوا الفكره الكيان ده. لانه قلت لهم احنا دائما السياسيين الاريتريين نبدا من فوق ومن فوق ننزله للجماهير. خلونا يا جماعه نشتغل من تحت لفوق المره دي. حتى انا اتذكر سفاو كان قال لي يعني انت عايز تكون داون اب مش تكون اب داون. ايوه قلت له تكون هي داون اب المره دي، تكون من تحت لفوق. يعني الجماهير هي الارضيه الجراس روت بتاعتنا، الشعب الجماهير العامه دي هي تدي كده الانبوت بتاعها، تدي رايها في المبادره دي، تدي رايها في الكيان ده شنو. بعدين الناس ينقحوا بعد ما ياخذ الاراء من الجماهير، يعني ورك شوب هو ورشه عمل. الورك شوب منها تنقح، بعدها نعلن الشيء لانه نكون نقحناها اكثر ونضمناها اكثر وكذا. دي كان النقطه الثانيه الرفضت، مش من الكل، مش من التنظيمات كلها، لكن من تقريبا الغالبيه وفيما فيها مدرخ. الشيء الثالث برضو بالنسبه لي انا برضو كان شيء اساسي هو الشفافيه. الشفافيه ما كانت موجوده في مدرخ. انا كان عندي اسئله واضحه جدا لمدرخ. يعني مثلا كان في سيمينار المفروض نعقده بيناتنا في ستوكهولم، فهم قالوا احنا عندنا بروجكت عملناه وممكن نعزمكم احنا الهوتيل والاكل وكل شيء ويكون في ستوكهولم يعني والتذاكر. احنا كحركه ليبراليه بيكون عندنا مبدا انه ما ناخذ قروش من اي جهه ثانيه الا عارفين مصدرها فين. فانتم مصدر القروش دي وين؟ البروجكت بتاعكم ده مصدره من وين يعني؟ دي ابو يوروني بصراحه انا اقولها وموجوده مكتوبه مش يعني ودي يعني بالنسبه لي انا كانت اساسيه. انا قلت لهم ما ممكن اشتغل مع جهه ما فيها شفافيه. انتوا تورونا انتوا شنو ده؟ انتوا تنظيم سياسي ولا انتوا منظمه مجتمع مدني ولا انتوا حاله يعني ما مفهومه. الشيء الثاني كمان القروش اللي بتجيبوها دي بتجي من وين؟ يعني انتوا قبل كده عملتوا نيروبي 1، كنتوا عايزين تعملوا نيروبي 2، عملتوا سيمينار كبير في فرنسا نازل في فنادق وجاب بتذاكر وكل شيء دافعين تذاكر ده، يعني قروش كثيره. من اين لك هذا؟ يعني قروش دي قاعد تجي من وين؟ احنا قلنا لهم السيمينار اللي اتعمل في ستوكهولم ولا اتعمل في اي حته للكيان ده، احنا كحركه فدراليه حنتكفل تذاكرنا وسكننا، يعني ما تدفعوا لنا ولا مليم اذا اشتركنا فيه. انا كمان عشان اكون صادق هنا لازم اذكر تنظيم ثاني وقف في نفس الرعايه وهو التنظيم بتاع يهود تساي برنجي، هو تنظيم الحزب الديمقراطي تساي برنجي. للامانه يعني للتاريخ والامانه اقول تساي برنجي نفس الكلام ده اكد عليه وقال انا برضه موقفي هنا مع موقف الحركه الفدراليه، احنا برضه ندفع تكاليف ندفع السفر سكننا اي شيء لوحدنا ما عايزين اي يدفع علينا لانه ما في شفافيه في مصادر الاموال. انا وجهت السؤال ده مباشره لصفاء ولسمري وقلت لهم يا اخي احنا لو ما قدرنا نعرف تكون في شفافيه بيناتنا ما ممكن نشتغل معاكم في عمل سياسي. اذا انا ما عارف انتوا عايزين تتبنوا المشروع، عايزين تكونوا في المشروع وانتم مش في السياسي، حاله عديمه الشكل زي ما كتب هنا. الفلوس اللي عندكم الدعم المالي عايزين تجيبوه ده ما دارين تورونا بيجي من وين. يعني ما في شفافيه. احنا فكرتنا كحركه فدراليه كان انه اي تنظيم يخط نفس القروش اللي يخطها كل تنظيم ويشتغل بها. هم قال لا احنا مقدمين للبروجكت واخذنا قروش كثيره ولازم نستعملها. انتوا استعملوها في حاجه ثانيه ما تخصنا، احنا استعملوها في ايش؟ هي مش يعني طيب ردهم كان شنو؟ للاسف الشديد ما كان في رد. للاسف الشديد ما كان في رد. انا المساله دي يعني ما في اجتماع ما تناولت فيه كل مره، لدرجه كانت حتى تليفونات خاصه مع سمري وكده، وسمري تقول لي يا اخي احنا حسب الكيان الجديد لما نبدا من جديد معاكم كل شيء يكون كل تنظيم زي ما انت اقترحت احنا نقبل باقتراحك انه كله يكون في بادجت او ميزانيه، مثلا كل تنظيم يحط $1000 او $5000 كل تنظيم نفس الاولويه تكون ونشتغل عليها. بس لحد ما نصل هناك احنا ممكن نعمل فاينانسنج او ندعم هناك. انا دي الرافضه كنت لانه ما في اي شفافيه. انا لما شفت ان الثلاثه نقاط بتاعتي دي ما جاني فيها اي رد بصراحه يعني قلت احسن الواحد يسحب نفسه، رغم انه في داخل الرياده بتاعتنا كان في من الناس اللي يقولوا نواصل وفي ناس كانوا يقولوا ما نواصل، لكن انا شفت ان المساله دي يعني بالنسبه لنا ما كحركه فدراليه هي مش واضحه. احنا في النهايه كحركه فدراليه شغالين للجمهور، ما ملك هي شخص ولا الدكان بتاع صالح صباح ولا كده، هي ملك للاعضاء بتاع الحركه الفدراليه اللي يدفعوا كل مره اشتراكاتهم كل شهر، ملك للناس اللي قاعده تساهم معانا فكريا.
حتى لو مش ماديا ملك للجماهير الاريتريه الحرة. اي تنظيم سياسي هو مش ملك لشخص او كده، فاحنا ممكن ندخل في حاجه مبهمه. ده كان واحده من الاسباب اللي خلتنا نرفض. في سؤال ثاني، في سؤالك كان هو ده كان في الحته دي وضحت ان هي مش كانت مشروع وحده، بس الكلام ده كان كمقترحات يعني. الشيء الثاني كان انه هل مدرسه تتعارض، كانت الفكره دي تتعارض مع المجلس؟ انا ما شفتها تتعارض مع المجلس، لانه احنا كان تنظيمات سياسيه مختلفه. يعني اي بي دي بي 2 مثلا ما موجود في المجلس، لكن احنا والجبهه والتحرير والحزب الديمقراطي وناس حروي موجودين في المجلس ونشتغل في المجلس ومؤمنين بالمجلس. وكون تكون انت المجلس ما يحرم على اي تنظيم انه يكون عنده الخارجيه يشتغل فيها. لكن الفكره ما كانت هي بالعكس عشان يعني نحرج المجلس او كده، ما كانت يعني الفكره بالشكل ده. الفكره هو المجلس بالنسبه لنا هو مظله جامعه توحد الخطاب السياسي بتاع المعارضه، لكن بعد ذلك اي تنظيم عنده ارتباطاته الثانيه، عنده ائتلافاته الثانيه. ما في تنظيمات داخل المجلس عندها ائتلافات يعني تشتغل مع بعض دائما. حتى احنا الفتره بتاعت لما كنا تضامن، لما خشينا الاواسه كان الناس حاسه ككتله يعني في البدايه يعني، وما ظبطت الفكره كويس بعدين. لكن المساله دي في السياسه ما تمنع. انا حتى الدوله السويديه اللي عايش فيها دي، حتى مثلا المعارضه السويديه كان في مثلا ائتلاف اسمه اليانس، كان مثلا 4 تنظيمات مع بعض، كانت في تنظيمات 2 تنظيم دائما مع بعض، في تنظيم يشتغل لوحده، في تنظيم دائما يشتغل مع الكيانات دي كلها. فهي المسألة بتاعت التكتلات مش غلط، لكن ما تكون تضر بالمصلحة العامة، وما تكون كمان تتضارب فيها المصالح بتاعت الكتل يعني. أتمنى أن أكون جاوبت على سؤالك، وده كان بكل صراحة. والكلام اللي قلته ده ما عشان ما يفهم غلط يعني إنه كأنه إحنا عشان نتبلى على مدرخ ولا كده. بالعكس أنا علاقتي جيدة جدا بالأخ سمرة والأخ صفاء، وحتى الأخ عندي برهان أنا قابلته كم مرة، وعلاقتي بهم ما علاقة بتاعتنا. لكن أنا طريقة العمل بتاعتهم هي دي الفعل الإبهام اللي أنا رافضها. حاليا أنا كرئيس لمكتب تنفيذ الحركة الليبرالية، وضيافتي معي وجماهيري بتاعت الحركة معي برضه فيها، وأنا كنت صريح في المسألة دي مع جماهيرنا. طبعا هم زعلوا شوية من انسحابنا من المسألة دي كده. إن هذه سياسة، وكل واحد بيشتغل بالشيء اللي هو يشوفه يعني مريح ويتفق مع مبادئه. ففي كان عندك في شيخ مغسل سأل سؤال كتب بخصوص نيروبي. فعلا نيروبي الدعوة الأولى مشت أستاذنا ممكن نترجم الكلام أنا بعدك أجاوب أستاذ أمير عندما سأل حريت أنا السؤال ده تعالى متذكره كويس. تفضل حبيبي. تفضل أمير. تفضل أمير. أبدأ من السؤال وأمشي على الإجابة، وأستاذنا كمان شماغل حيساعدك. اوكي، السلام عليكم. موجود على المايك. طبعا الإجابة كانت طويلة جدا لكن هحاول. أخونا شماغلة موجود، الله هذا شماغلة. نايب حق نوحني رافتي ملسخ وهاب تسنحة بابراي ولا قال نتبتات حسكات خون مالتي بتخيل مثلا، لكن في سم زخال كترجمون زخيل نتبتات كترجم كفتني شماغلة نحن لها بزيادة تبل مالتي. كم حطوا دي ناخد ترجم، كم حطوا دي خجمرتي أنا مترجم ولا خفتي ملسي مالتي حطوا تردي خيو تردي أخمه تكون في تسفى قبر. كم تحط جمرك يلا طيب بس ترجمة. عتاتنا أمير عتاتنا indahari ne haqi ጉዳይ በኤርትራ ምዃኑ ተራእዩ ነቲ ነገር ተዳሊኻ ይድምፃ። ምክንያቱ ሓደ ፍልስፍና ሒዙ መፂሎ እዚ ሓውና መንሽሙ ባምሰ እዚ ፍልስፍና እዚ ከዓ ንሙሉ ህዝቢ ኤርትራ ዘገልግል ኢሉ ሓሲብዎ መፂኡ ኣሎር ንህዝቢ ኤርትራ ከም ዘገልግል ገይሩ ከቕርቦ ይግብኦ እዩ። እጂ ንዓ ከሸግር ኣይደልን እየ። ንዓና ይተርጉሙ ደፎ أنا دكس خيدي لخيمة لخومة لازم معاك بابوراي تزلو حاجة خابزين نحنا بتخالم كم تقولوا زلخات حسابنا عخاطر زي كونس نقوله زكافل زلو بزروب نايم ترقام كله تبلنا
بس لكن أنا بابوراي أي تتهوخ ولا أبروم كخمانة ترجمانها ولا بعل جعانة يترجمني إذا خا مبادرة خبانا يخمس خلاص بدو فورد بالشاو ورد كل شباب زل عرب كلهم وردوا يا جماعة بابوراي حبيبنا وجهها ورد حنسب ورد بابوراي يا خلاص أنا خليك ولا أنت تدليني ناين داري فندق أنا ما عايز ترجم لي أوكي دحين ما عايز ترجم بابوراي حنسب ورد بابوراي نفسي أوكي نواصل السماء فيه بابوراي طبعا على ايش اسمه نحن طبعا معودين انه الترجمه دائما واليوم الترجمه المترجم الاساسي FBI صادفت ظروف وما حضر. طالما ما حضر يا بابوراي ده شيء ايش اسمه هو يعني الواحد يعني ما يعمل اكثر من طاقته. فبالتالي نحن نواصل يعني الناس دي كلها قاعده تسمع عربي نواصل في ايش اسمه مباشره. فاللي عايز يسال سؤال ثاني ممكن تمشي في السؤال الثاني استاذنا امير عليك الله حصل شويه توضيح معلش انزل امير جوال بس معلش انزل هسه نواصل لان الزمن ما عندنا امير رجاء ما في زمن يا جماعه. خش في السؤال الثاني اللي هو طبعا تكون سجلته استاذ ان تكون سجلت السؤال الثاني اللي هو بتاعت قربل كده اول كمان يعني انسخه ثاني من جديد السؤال. ايوه اوكي ممتاز خلاص اطلع المايك استاذنا. طيب فعلا السؤال بتاع قربل اذا كان هو قال لي 30 مشيت وقال الاجتماع حضرتم في الفدراليه في مر نيروبي بدعوه من المدرخ كيف قبلتم دعوتهم وانتم لا ما تعرفون شكلهم التنظيمي. فعلا دي حقيقه الاخ معلش انا ما قادر معي هاي صغيره الشاشه بتاعت لكن سؤالك فعلا الدعوه الاولى جات بتاعت نيروبي الحركه الفدراليه فعلا شاركت فيها مع باقي كل التنظيمات السياسيه النفط جات كدعوه عامه هي الوقت ذاك وفعلا ما كنا نعرف مدرخ ايش. المدرخ كان ايام جديده جدا كانت مدرخ ومشينا قلنا عشان نعرف ذات ايش الحاصل ايش هي مدرخ. انا كنت قابلت اتذكر غرنيوس هنا في ستوكهولم قبل المبادره وسالنا هو وقال انه احنا المبادره دي عايزين نمشي عشان كيف نشتغل مع بعض وكده وعندنا استعداد نعملها وكان الفكره انها تتعامل في سوريا لكن هم لظروفهم الوقت ذاك الكنديدات كانوا علاقتهم لسه مع سوريا وقت واضحه فما قدروا يعملوها فشاركنا فيها. لكن المبادره الثانيه بتاعت نيروبي رفضنا المشي فيها لانه كانت وضحت لنا الرؤيه وكذلك الدعوه بتاعت نيروبي الثانيه رفضناها احنا كحركه فدراليه وبعدين كمان عرفنا انه ما تعاملت لناس كثيره ثانيه رفضتها. الشيء الثاني برضو انه لما جات المبادره بتاع الدعوه بتاعت فرانكفورت برضو رفضناها لنفس الاسباب اللي ذكرتها زين. ف الجواب على سؤالك فعلا احنا حضرنا ولكن ما كنا نعرف ايش مدرخ ومدرخ كانت جديده الوقت ذاك لكن لما عرفنا بعدين لقدام واحنا كلامنا اللي مصرين عليه الى الان ما حنشترك في اي دعوه تجي من مدرخ ولو اشتركنا حنتكفل مصاريفنا بشكل يعني انا ممكن مدرخ تجيب دعوه كويسه ومبادره جيده مش نقول لا ما نحضر عشان بس مدرخ كذا لا لو حضرنا لو شفنا البرنامج شيء جيد شيء مناسب يتوافق مع مبادئنا وانطلاقاتنا حنمشي زي ما قاعد نمشي المبادرات الثانيه حنمشي بقروشنا. احنا لما نمشي السيزا قاعد نمشي بقروشنا لما انا اسافر مثلا السيزا الاجتماعات وكذا اسافر بقروشي يعني لما برضه اذا جهه ثانيه دعت برضه حنمشي بتذاكر احنا ندفع برانا حنوقف وسائل برانا حنصرف على نفسنا بالشيء اللي احنا نشوفه يناسبنا. ومن ركال برضه عشان ما ركال قصدي سؤال اي نوع من انواع الفدراليه يمكن انتهوا عشان ما جيت بدري قبل احنا الفدراليه اللي قاعدين نطرحها هي الفدراليه جغرافيه وليس قوميه. الفدراليه اللي قاعد تقول الحركه الفدراليه هي فدراليه جغرافيه وليس قوميه وده هو الاختلاف اللي عندنا شويه مع الفدراليه القوميه المطروحه في اثيوبيا. الاثيوبيين الفدراليه بتاعتهم النظام الفدرالي بتاعهم رايحين على نظام قومي انه كل قوميه مناطقها هم بيقولوا معروفه وعندها اراضيها مثلا تجراي لوحدها مناطق العفر كده الرومو الامحره وقادين المسائل دي لكن عندهم قوميات كثيره كمان اللي يسموها قوميات الجنوب مثلا جنوب اثيوبيا هناك دي ملخبطه في حته واحده وحسي واحده بتاليات اثيوبيا هي الحته دي بالذات
يعني القوميات اللي هناك دي عندها مشاكل في الحدود وفي الأراضي وفي المصالح التجارية الاقتصادية في بالذات المناطق الزراعية والمناطق الرعوية بتاعتهم في عندهم مشاكل فيها. احنا كحركة فدرالية بنشوف في اريتريا في مناطق كثيرة الطبيعة أو الخارطة السكنية بتاعت اريتريا تختلف من اثيوبيا باختلاف واقع جدا. يعني واحدة مثلا المناطق القوميات بتاعت اريتريا تعيش مع بعض في بعض المناطق، يعني مثلا حاجة إذا أخذنا مثلا سنحيت مثلا تلقي فيها بلين وتلقي فيها تجري مثلا، ما تقدر تقولي لا دي المسطره حدود البلين مثلا ودي المسطره حدود التجري، او دي المسطره حدود البلين المسلمين ودي المسطره حدود البلين المسيحيين، او دي حدود البلين المنفع ودي حدود المنفع التجري اللي يؤمنوا به انه حدود الدين المسيحي وجزء لا دي بتاعتها. او في بقى مثلا في مناطق مثلا تلقى الناره والكنامه والبني عامر موجودين، اذا مشيت مثلا جنوب بركه وحتى في مناطق بركه الشمال تلقى مثلا مناطق بارنتو، المناطق الجنوبيه دي كلها مناطق فيها تلقى بني عامر وتلقى او تجري وتلقى فيها نار وتلقى فيها كنامه. ما هنا مدينه منطقه سمهر اذا مسكت مثلا سمهر مثلا فيها تجري وفيها عساورته وفيها عسل، لكن ما في بالمسطره تقدر تقولي والله الحته دي بتاعت كده او بتاعت كده، لكن في تجانس. الناس دي هنا عايشه في الاراضي دي ما في نزاعات بيناتها او في نوع من اللي احنا نسميه تجانس اجتماعي فيه. الناس متزوجه مع بعض عايشه مع بعض لدرجه انك انت ما تقدر تفرقي مثلا كم منطقه انا يعني نشات فيها وولدت فيها، يعني ما اقدر انا اعرف انه ده عفري ولا ده عساورتاي ولا ده هنا مين من الاريتريين كتاب من الاريتريين حتى يفتكروا محمود يعني السبه يفتكروه مثلا تجري رغم انه السبه عساورته، هو يفتكروا مثلا فلان ده عساورته رغم انه هو تجري. يعني عندنا نوع من التجانس والناس متزوجه مع بعض وما عندنا المساله بتاعت القوميات بنفس الشكل الموجوده في اثيوبيا. يعني في مناطق في اريتريا لكن تدفع فيها برضه مثلا زي المنطقه بتاعت دنكاليا دائما نقولها ما في مانع انه في حتى في الفدراليه الجغرافيه يكون في مثلا اذا رقعه محايده من الارض زي منطقه دنكاليا نعرفها كلها ان سكانها هي العفر، يعني ما فيها مثلا تجري ما في الا بيجوا للشغل مثلا في ميناء عصب تجرينيا ولا تجري ولا بلين ولا غيره يجوا في مناطق بتاعت عمل، لكن سكان المنطقه دنكاليا الاصليين معروفه هي عصب وهي العفر، والمنطقه هي خارطتها معروفه جدا. فما في مانع انه يكون في ظل الفدراليه الجغرافيه بعض المناطق المغصنه هي فيها تكون قوميه واحده. احنا كحركه فدراليه برضو في مرنا 2012 وحتى في 2017 جددنا ان التقسيم الفدرالي نشوفه في اريتريا هو تقسيم المناطق اللي كان موجود من ايام الحكم الانجليزي وقبل الانجليز اللي هي المناطق المعروفه. يعني مثلا في كبسه في دنكاليا سراي حماسين، في عندك دنكاليا قصدي كوربيزاي قصدي في كبسه كوربيزاي سراي وحماسين مثلا، وعندك دنكاليا وعندك سمهر وعندك ساحل وعندك سنحيت وعندك بركه فوق بركه تحت. يعني المناطق دي هي التقسيم اللي احنا نشوفه اغلب الاريتريين اللي يعرفوه هو المتفق عليه ضمنيا رغم انه مش كتابيا ضمنيا هي دي المناطق اللي اتفق عليها. فمن الناحيه دي احنا بنشوف التقسيم الجغرافي في اريتريا هو افضل بكثير من التقسيم القومي، لانه القومي هو حيدخلنا في مشاكل بالمسطره، يعني ده حقك وده حق فلان وده بيت فلان هنا وده ده حيجيب لنا مشاكل. فاحنا شايفين ان اهلنا كانوا عايشين في سمهر قوميات مختلفه عايشه مع بعض، في سنحيت قوميات مختلفه عايشه مع بعض، في بركه كمان قوميات مختلفه عايشه مع بعض، في المرتفعات في كبسه تلقي مثلا الساهو موجودين وموجودين وسط، يعني في كل جزاي الساهو موجودين يعني تنعافي والمناطق دي كلها فقط في كل جزاي، بينما هم التجرية حولهم. يعني فاحنا بنشوف انه المساله دي الناس عايشه في الاغاليم دي من زمان متفق عليها ضمنيا على الاقل. يعني ان شاء الله اكون جاوبت على سؤالك ام مرسال، فهي على اساس جغرافي، فممكن نمشي لسؤال ثاني واتمنى اكون جاوبت على سؤالك ام ركال، يعني بقول لكم مرسال بالخطا اسف. يعني شكرا على السؤال الثاني جميل. الميكروفون للسؤال الثاني هنزل الميكروفون. محمد درار تفضل جدا. خير أستاذ. أول أحب أشكر أستاذ الفاضل، طبعا بالنظر عن مفهومي للفدرالية. طبعا
أنا من الناس ما يحبذ الفكر الفدراني، لكن ممكن نغير وجهة نظرنا